هلا ما راح تحكي شو مساوي، قلت له انا ما مساوي شيء. انت ما بداوي غير ابو اسد. على رجلي هيك صارت الرجل. بس اعترفت على المظاهره صرت مسلح، بس صرت مسلح صرت صيدنايه. كلبشه من هون كلبشه من هون، بيعلقوا لك ايديك ترفع ايديك لفوق. يمكن سطروني كفين معلم، صرت ابرم بارضك. عصي وقتل قتل على كيفك يعني. انا هون ندمت اني قلت له بدي احكي. فمعلم هون بلش الان رحله الجوع تبعيتنا. انا بدك تحكي؟ قلت له انا ما مساوي شيء. قال له لونصر حطه بالمفرده 5. قال لي يخرب بيتك شو الريحه هاي؟ قلت له شو الريحه هاي يعني صار لي 5 شهور. قلت له انا على المقدم، على اساس كان مقدم يحقق معي. لما فت لعنده ما قدر يتحمل الريحه. افتح الباب يا حيوان، ما عم تتحمم ما كذا. قلت له شو قاعد يعني تو قاعد ببيتي انا؟ قالوا جير كمان. اروح على الشبح. يلا هي الشبحه 9 ايام لا فقدت الوعي وعلى كل قتل. ضليت اقرا هيك لوصلت لمحكمه الارهاب. شفت محكمه الارهاب، حطيت ايدي بصمت عليها هون. شوفوك جاي من الفرع بيدللوك. بس يعني شو المواقف المضحكه بعد راه؟ هلا بعد ما صارت نظام، كيف معنوياتك؟ كيف همتك؟ كيف هاي خلصت من الجيش وخلصنا من الاسد الاشرار كلياتهم الحمد لله. الحمد لله والله العظيم. حلم يا سيدي اكثر من حلم، عن جد تجي للواقع اكثر من حلم. سبحان الله. يعني انا قلت لهم شو قلت لهم هلا صرنا 3 شهور ويا هلا شلون بتحس في رهبه انه لسه مش معقول نحن عايشين. صدق لهلا ما استرجيت شيء دفتر الجيش. ما بيشغل الواحد بيخليه ذكرى. انه لو طلع هيك انا ملقوم كثير منه دفتر الجيش، كثير عذبني. يا معلم ما يعني ما شلون بدي لك، ما في بني ادم يمكن عندنا بسوريا من جماعتنا الا ما اكل فيه النصيب. ما بتوقع حدا يعني طلع برات الضرب. هلا قليل اللي ما صابون شيء من خلال الازمه. بس كانت صعبه يا اخي، شو الحكي. والله العظيم هذا بصفي الواحد بيراجع حاله انه كيف كنا عايشين. والله ما الله يعطي القوه والصبر. يعني في شيء رباني يعني بينك وبين حالك، بتطلع على اللي مريت فيه. كل واحد له قصته، كل واحد له تجربته. في شيء رباني، كله رباني يعني بالنسبه لي ترى كله رباني. كله رباني. يعني طلع ترتيبة حياة كل واحد كيف الله سبحانه وتعالى ييسر له. يعني ما كنا صغار كنت اسمع من جدي الله يرحمه شو كان يقول انه الشعب السوري كيف عايش ما حدا بيعرف. بس شو ما كان في شيء بالبلد. بس هن بقى كانوا معاصرين. صح. يعني كانوا معاصرين مثلا من وقت استلم حزب البعث لوقت لو انقبر هداك واستلم هذا، يعني عارفين شو كان الوضع وشلون الدنيا وشلون كذا. ما فهمانين شيء انه بس كيف الشعب السوري عايش. هي كانوا يقولوا هالكلمه هي. الله كثير سمعتها منهم. بس بعدين عرفنا. بعدين عرفنا شو يعني هالكلمه. عوينا على الدنيا سبحان الله. وقت كنت في الشام وقت كنا سوا ما عاد تحملت ضغط سبحان الله. حواجز 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 انهزمت. انا مو موضوع اخر شيء انا دايت خلقي قبل ما انسجن ترى فتره شهرين دايت خلقي كثير كثير كثير. يعني شلون بدي اقول لك، بتحس صار في ضغط من جميع الجهات. بتحس انه عن جد صار مستهدف الحمي او الحمي يا شايف حويتك حماه شو عم تساوي صار هون؟ الحمي مستهدف. في مناطق ثانيه مستهدفه. انفتح شيء تسجيل. ايه عم تسجل. اللهم صل على سيدنا محمد. يعني الطبقه السنيه بشكل عام كانت مستهدفه صراحه. يعني الواحد 100%. يعني بتذكر نحن كنت انا مثلا كنا ساكنين اول شيء باليرموك. ضربوا اليرموك، فاتوا على اليرموك، طلعنا من اليرموك، رحت على ركن الدين. فاغلب الاحيان ما صار هالضغط كثير وحواجز كثير، فكنت روح واجي مشو على الكليه. يعني وين مثلا باليرموك مرت علي فتره صرت روح واجي مشو على ركن الدين. من اليرموك مثلا على الكليه على البرامكه روح مشو. صار في عندي رهبه جوا. صرت ليش يعني تمشي مثلا تطلع بالمواصلات ما تعرف وين توقف، ما تعرف مين يطلع لك على الباص، ما تعرف شو يصير معك بالباص، ما تعرف. يعني صار في كثير شغلات. فاتوا على اليرموك والله طلعنا من اليرموك ورحت سكنت بركن الدين. بركن الدين نفس الترتيبه. فبالركن الدين كنا ساكنين على العالي. ما يصير عندنا مداهمات الحمد لله. بيتنا كان صعب يجي عليه او كذا او ما شابه ذلك. ونفس الترتيبه كمان كنت انزل مشو على الكليه. لاقي هيك اريح، ارتاح نفسيا اكثر انه انزل مشو واطلع مشو. ما حدا حواجز يوقف. تماما. ليش؟ حتى لو طلع لك حاجز نحن صرنا فتره منيحه بالشارع، صرنا حافظين مداخل المخارج. يعني بتعرف الزين حالك. يعني ليش متربي على المواصلات. مره يمكن او مرتين اضطريت للباص ونحن راجعين بالفرع الجبه. انت طالع هيك على ركن الدين بتوقع بساحه شمدين قبل منا بشوي في حاجز. فوقف الباص. الباص وقف قبل الحاجز. والباص وسطنا كلها يعني ركاب عاديين يعني مثلي من نسوان شباب كذا فتايره. اجى العنصر صار يبهدلوا الباص. انت كيف توقف هون؟ كيف بتعمل هيك؟ كيف توقف قبل الحاجز؟ نحن هون بركي في مسلحين بقلب الباص. ايوه. انا عم بمشي عم بطلع يا ولي الله معقول لهالدرجه مستوى التفكير تبعيته. يعني واحد مسلح بده يطلع على الباص ما بيطلع على الباص بهيك الطريقه هاي. وعنده كل الشعب محل شك يعني مرحله كل الشعب مشكوك بامره. او بيدا لا طلعته هي كلامك مزبوط انه كل الشعب بموقع الشك، كل الشعب مستهدف. بس انه طلعته على الباص وتهجموا على شوفير الباص والمقاتله هو وياه يعني شغله غريبه كانت. انه بتحس عن جد انه معقول في مسلحين بالباص. شو الحكي هذا تبعيته. سبحان الله حوادث كثير بالفتره
لما سجنت كانت بعد هالموقف هذا يمكن 3 ايام او 4 ايام، كان بتذكر 5 نيسان. فطلعت متاخرا من البيت، عندي امتحان عملي ويمكن كان شي 8 ونص او اي سنة؟ بال 2014 5/4 2014. قلت راح اطلع بالمواصلات هلا، خليني مستعجل لحق. مستعجل بدي لحق. والله نزلنا وقفنا على الموقف في شارع تحت شارع حميد، يمكن هيك كان من هون خط المواصلات تبعيته، يمكن كان في هون مجمع البغاء وما شابه ذلك، كان هون خط المواصلات. وقفنا والله، واقف انا على الموقف وفي شيء مليان شباب على الموقف يعني، ومليان نسوان وكذا، حركة سير عادية. والله اجت السيارة شو بيسموها هي ستيشن تماما، البيك اب ستيشن تويوتا هيلوكس. والله وقفوا قدامنا، صاحوا لشبين 3، شاف الهواية روح 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 العمل. انا حسيت بده يجي لعندي، بدي انهزم، بدك تشلق العين عليك. بدي شلق العين علي. وبنفس الوقت في نسوان على الموقف، يتخبى بين النسوان ما تزبط معي تمام 100%. والله ما حسيت ولا صح لي. تعال هذه الهوية، هذه الهوية. والله شاف حما كذا طلع هيك. لما قال لي اطلع انصدمت. بتعرف يعني صدمت انه شو اطلع يا الله. يعني ما راكبه معي الفكرة انا. والله طلعنا، ركبني بالنص بين واحد من هون وواحد من هون، ومن قدام في شو. ما دافعت عن حالك مثلا طالب جامعة؟ ما قلت له؟ لا اعطيته الهوية والبطاقة وكل شيء يعني. هو طالعني اول شيء ما شاف الهوية انه حماه وكذا، انه طلع اول شيء بدون ما يسالني ولا سؤال. عرفت انه طالما ركبنا معه بالسيارة، شو عم تساوي انت هون؟ قلنا له والله طالب جامعة. شو بتدرس؟ قلنا له هندسة مدنية. انا سنة 5. هل معك شيء يثبت؟ قلنا له هي بطاقة جامعية. وين دفتر، وين تأجيلك؟ هي تأجيلي. قال قد صار لك بالشام؟ قلنا والله يمكن 2009 2008 هيك بهالدوار هذا. بحقق معك شغلات ما لازم يحكيك فيها. مثلا قال لي انت طلعت مظاهرات شيء؟ قلت له لا والله نحن بعيدين عن هالجو هذا وملتهين بدراستنا وما لنا بهالقصه هي كلياتها. ما لنا بهالوارد تماما 100%. قال معك جوال؟ قال له معنا جوال. فانا حذر كنت بهالشغلاتين يعني، كنت دائما نظف الجوال يعني. بتعرف كنت ببدايه الثوره ولا كذا الامور كلياتنا كنا عم نتابع 100%. ونستنى الخبر ونفوت على الفيس وكذا. بس وانت خاصة ابو احمد ما كنا ساكنين سوا، بده يشوف نشرة ال8 على الجزيرة يوميا تماما، بده يشوف الحصاد 100%. كان يسموه الحصاد هذيك الايام. لا كان الحصاد يجي على العربيه على ما اذكر. الحصاد على 10 11 يمكن على 10 كان يجي. هيك ابو احمد هدول الوقتين بده يتابعون، ما في مجال يعني بس نعرف شو عم بصير. هي الفكره. هذيك الايام وين كان الفيس؟ كنا نفتح الفيس على اللابتوب اذا بتذكر، ما كنا نفتحه على الجوال. فكنت مرتاح لموضوع اللابتوب انه نفتح الفيس كذا، بعدين نسكر صفحه تطلع منها. فلما كمش الجوال انا في على الجوال كانه في عندي صورتين واصلات، يمكن وحده منهم اذا الشعب يوما اراد الحياه لابد ان يستجيب القدر، وبوراها خلفيه علم الثوره. يعني طلع هيك على صوره تبلش تتخضر وتلون. يعني شلون وصلت الصوره هي لعندي؟ انا بتذكر حالي حازف كل شيء يعني، حذر بانه مواضيع هيك. شو عم بتسوي هي عندك؟ قلت له والله ما بعرف كان واصل عندي بالغلط وما شابه ذلك. قال ما في شيء بالغلط. هيك قال لا منين جاي لعندك الصوره؟ قلت له اخي والله هي واصله بالغلط. يعني هذا واتس، واحيانا اذا انت بتفوت مثلا على الواتس وعندك ارقام، بدك تفوت على خلفيه رفيقك او على بروفايل رفيقك، بتحمل الصوره بتتسيف عندك او بتنحفظ عندك او ما شابه ذلك. قال ما اقنعتني بالحكي. والله صار شال هيك، صار يفتح الواتس. فعندي كذا محادثه على الواتس يعني، مع انه انا شلون كنت احذف اول باول. فات على محادثه من المحادثات في ضمنها صوره هويه. فالشاب بعث لي اياها، اسحب لي اياها، جيب لي اياها معك على وانت راجع يعني. واحد من الشباب بعث لي اياها، اسحب لي اياها عندكم بالكليه وجيب لي اياها معك على البيت بطريقك. انه ما في مشكله. اخذ صغره ثانيه، رد شاف شغله ثالثه. بتذكر يمكن يا اخوي محمد او واحد من الشباب عم يسالني سؤال عادي انه قديش صار الدولار هلا عندكم؟ فطبعا جد انا هذيك ما بعرف شو صار الدولار كان. قلت له والله ما بعرف يعني، بحكي على الواصل اخوي قبل ما بعرف شو صار الدولار. ولا الشاب اللي عم يحكيني قلت له يعني بعيد شوي عن هالجوال، بس بسالك ما في مشكله، بسالك شوف لك شو صار الدولار. هدول 3 ماخذ كانوا علي. ايوه هدول هن. يعني كرمال هدول المآخذ وقفك كرمال هذا الماخذ هو بده يوقفني قولا واحدا يوقف. قولا واحدا، هو بده يوقفني. انا شايف توقيفه بعيني يعني، ما خلص مفروض خلص من حماه وبالشام تماما. انا ما يعني ما انه شلون بدي لك، بس انه بده هو انه حجه او نقطه يرتكز عليها. وبتوقع لو ما ملاقي هدول كان راح يلاقي حجه ثانيه. ما عجبتني. شكلك كذا عمل كذا. لا ما مباشره يعني، خلص ليش؟ انه لا يعني يمكن وفرت عليهم مراحل. انه دغري هدول تاعوا عندي على الجوال. بس هن الحكي هذا كله شي ساعه زمان يعني، راكبين نحن بالسياره حتى اخذ مني مصاري، اشترى فطور فطر وكذا الامور هاي كلها ضمن السياره نحن.
وشلون بدي لك انا ما مستوعب الصدمه، يعني معقول اني بدي اروح هلا معهم شو بدهم يساووا، مين هدول؟ هيك ما بعرف شلون جتني قلت له مين انتم؟ قال نحن فرع ال40. فرع ال40 فال40 تابع للخطيب ولأمن الدولة، بس مثل ما بيقولوا فرع صغير او مفرزه، فيك تعتبرها مفرزه. قلت له هلا شو؟ سكت ماكو خلاص وصار بقى كبر حكي. صار يكبر حكي. انا هون سكتت خلينا نشوف الله شو بده يصير علينا بهالموضوع هذا. والله ساعة ونص ساعتين عم يفتلوا فينا، بعدين اخذونا على ال40. جاب معك حدا يعني؟ لا كنت لحالي انا اول شيء هون، اخذوني على ال40. والله اخذوا منا الامانات، كان معي اللابتوب والجوال وشوية مصاري. فبال40 قال هدول المصاري ما لازمات لك. قلنا له ما لازماتنا. قال اللابتوب شو في عليه؟ قلت له مطفي، ما عطلان انا ماخذ اعمل له سوفت وير. هو ما فيش اللابتوب بس بركي يعني يكون في شيء كمان يعني. اي محادثة عادية تعتبر نقطة عليك. تماما 100%. والله معلم ضربونا كم كف كم نقشاط كذا، شرفوني بالزنزانة هيك تماما 100%. ما سألك ليش جابوك؟ ما سألك لا ليش؟ لا لا ما في شيء. هذا ليش؟ انا لساته مفرزي هذا مفرزي يعني، ولا في اي تحقيق. قلت له انا لهلا قلت له ما انا بضل هون شلون ما مساوي شيء انا. قال لا نحن ما لنا علاقه، التحقيق هو اللي بيقول لك شو عم تساوي شو ما انك مساوي. انا ما بدي لك يعني انه انا عرفان شو نتائجه وعرفان يعني بنعرف الوضع كلياته هذيك يعني معقول يكون في تحقيق نظامي ويطلع انه ما علي شيء، طالع يعني هيك عم بحكي لحالي صراحه يعني. وبنفس الوقت عرفان لا ما راح يصير هالشيء هذا، خلص بده يتبلاني. صرت عندهم في ضبط في كذا، راح هاد لي فتره منيحه عندهم يعني، هيك انا عرفان الترتيبه تبعي. جهزت نفسيتك للموضوع؟ مجهز تماما 100%. والله فتنا شلفونا هيك بالزنزانه صغيره يعني عم يجمعوا فيها العالم، كل ساعه يجي واحد. شر البرية بيضة. شباب انا مشان حد يعلق لي وايتام الاسد وكذا، نحن قعدتنا عادية، قعدة اخوية. ابو احمد صديق الطفولة من كنا عمرنا 5 6 سنين لهلا، فنحن هذا الجو عادي، نحن ما لنا رسميين. ايتام الاسد ما تدوروا على اي ثغرة تبلشونا تعليقات، وزي ما بتشوفونا اريح ايتام الاسد. طبعا وهي السيره نحن ما حكيناها لحدا. هلا طلعت انا من السجن بس ما فتحت السيره ولا مع حدا، وما وشلون بدي لك دائما حاول اسكر على الموضوع 100%. لا لانك ما لك مصلحة تماما يعني. وقدر الامكان اخر فتره يعني صار انه طالع من السجن عم شو تهمة يعني خصوصا على صعيد العمل او ما شابه ذلك. والله ابو عبيده بالزنزانة وقت فتت لقيت حدا قبلك؟ كان في واحد واحد نايم بالليل، هذا كانوا جايبينه بالليل بوقت متاخر ونايم فيها. سالته قال والله ما بعرف كمان. انا صراحه ما بتذكر ايش وقت شابه، بس انا لفت انتباهي من اللي اجوا زلمه كبير عمره شي 55 سنه. اجا فات شلفوه جوا. قال خير ليش جابوك؟ يعني بعد شي نص ساعه سال والله ما في شيء، كنت ماشي وراهم بالسياره ذوبلوا علي، وقفوني نزلوني قتلوني وجابوني. ايه قلت له بس هيك؟ قال بس هيك. شو كنت مسوي؟ قال لي ما بعرف كانوا مزمريني ما بعت لهم من الشارع. قال لي ماشيين نحن بالجزر الابيض يعني اذا بده يزمر لي منه ولا بكره، اذا ما في مكان ما فيني انا بعد ما في بعد له ما فيني بعد له. قال له يلا بعين الله. والله هيك للساعه يمكن شي 6 المساء او 7 المساء اجوا طالعونا. جابوا لكم اكل؟ جابوا لكم في اكل بالغرفه، كان يمكن كان في مجدره وكذا اكل من قبل بالنهار يعني. بس انت بهالفتره هي ما بيخطر على بالك مالك نفس ولا شيء. ما جربته سبحان الله، مالك نفس خالص يعني لا اكل لا شرب لا كذا ولا اي شيء. 6 المساء والله طلعونا طمشونا ايديك كلبشه بايدينا لورا قتل يعني. قتل؟ قلت لك عم يضربونا. انت هلا خلاص صرت مجرم خالصين. سبتد عليك سدد عليك. ما بقول لك انه مثلا متهم بريء حتى تثبت ادانته. نعم بالعكس. طالما انت سني فانت مجرم حتى تثبت عقب براءتك. تماما 100%. الشاب اللي الختيار اللي عم بقول لك عليه تأثرت عليه اكثر مني، انا شاب اخر شيء. بدك سكر؟ ايه سكر؟ اعطيني سكريه بابا. معلم ما خلوا مسبه، يا زلمه ما خلوا له بالذات، ما خلوا له مسبه يعني. قتلونا وسبونا وبهدلونا بس اخر شيء يعني مو شاب انا هداك يمكن مسحوا بكرامته الارض، ما خلوا له كرامه. والله هيك اخذونا فتحنا عطاني من رايحين يمكن ربع ساعه نص ساعه نزلونا. ما فهمت انه صرنا بالخطيب، فرع الخطيب. انا رايح فرع الخطيب، رايح مثلا يكون في ورقه للشباب اللي يمشي لهم اياها، بيكون رايح مع حد عنده مراجعه اروح معه. دفتك كان فرع الخطيب؟ محمد بن خالتي. عفوا من خالتك. ايه راح، بس قبل منه كان في شابين من الشباب انا رايح معهم هيك رفيق طريق يعني، انه كنت بالشام بعرف طرقات وما شابه ذلك. بالخطيب والله اخذوا كمان الامانات اللي ضلت معنا، الجوال واللابتوب. شلون يقتلونا ما بعرف. كمان بالخطيب قتل؟ بالخطيب طبعا شلون كان يعني، مجرد انت بس فتت لعنده صار قتل.
قتلونا كذا، بهدلونا، يمكن بتذكر حتى نبشونا شلحونا عاري ورجعنا لبسنا، انه بيتاكدوا انه ما معنا شيء. انا بالخطيب حسيت فتره، انا قعدت بالخطيب 15 يوم. اول ما فتت فورا هيك لا ولا كلمه ولا شو سببك هيك على القتل؟ لا ما في اي شيء، خلص بدك تاكل قتل، ما في مجال. يعني انت مجرم، خلاص انت بنظرهم مجرم وارهابي. يعني هو عم بيقول لي انت مجرم وانت ارهابي وانت كذا وماشي. يعني بيحكونا على الطريق، بقلبوا نحن جايين لعندهم على الفرع، ضمن الفرع هدول العساكر. هدول العساكر هيك تمام؟ لا تمام كافي هيك. هدول العساكر اللي على الطريق مستفزين اكثر شيء. تماما 100%. اكثر شيء يعني بتحس انه لهم تار عندك ولازم بدهم ياخذوه، شلون ما انهم عرفانين. والقبضايه فيهم يبين وساخته اكثر. تماما. وبتوقع ان نحن من الاشخاص اللي رب العالمين رحمنا انه كنا بالشام، وكان الاخذ عن طريق دوريات الشام، يعني ضمن نطاق مدينه دمشق. ما كنا بالريف او كنا ما في مسافه طويله. ما في مسافه طويله تمام. ما في عده فروع مشينا عليها. صحيح انا عملت فتره ضمن الشام بالفروع تبعت الشام، بس كنت اشوى من غيري نوعا ما. بعتبر حالي اني اشوى من غيري. ليش؟ ضمن فروع ضمن الشام. ضمن الشام ما معهم وقت طويل انه ما ترى لاحظت انا ما في عندهم ضوابط بشيء. ايه بس معك، بس انت تكونك قاعد مثلا ساعتين 3 ساعات معهم غير وقت نص ساعه وخلصت منهم. ايه تماما 100%. انه انا هيك مشوار صغير. مشوار صغير ايه. وين كانت الصدمه؟ فوتونا على المهجع الخارجي، اسمه المهجع الخارجي بالخطيب. نحن مو بالشام، صار لي فتره منيحه بالشام، بس المنطقه هي يمكن يا مرة من حدها يا ماني مرة من حدها. فنحن قاعدين بالمهجع الخارجي، يقولوا شبابيك على العالي من فوق، فهو ابو قولوا شبابيك يعني سمعان انت صوت السيارات، سمعان حركه برا، بس اللي برا ما انه شايفك لا سمعانك لا عارفان شو في هون. يعني بتوقع انا مارر من هالمنطقه كذا مره، مارر ومانك عارفان شو صاير. ماني عارفان شو صاير. بنفس الوقت لما فتنا انا نزلت على الفيس، حكيت لها النقطه هي على الفيس. المهجع الخارجي عرض 6 امتار بطول 12 متر، يعني تقدير الشخصي هيك. يمكن البلاطات في 30 ب 30، كل بلاطه عليها شخص. يا الهي شلون؟ يعني 30 بلاطه 30 ب 30 سم. هذا مكانك انت. ممنوع ما بتقدر، ما ممنوع قد ما في عالم ما فيك تتحرك عن هالبلاطه، يعني لا بتقدر تتحرك هيك ولا بتقدر تتحرك هيك. عرفت شلون؟ ونحن جداد مثلا وين بيحطونا بالاخر، باخر المهجع، وفي شاويش ضمن المهجع. ريح ابو احمد قاعدين يعني. لا مرتاح هيك ان شاء الله. الشباب بيتحملونا نحن على اللي عم يشوفوا. نحن هدفنا توثيق للحقيقه بغض النظر عن الاخراج والقصص. ما انا بقول لك المهجع الخارجي يعني كثير صدمه فيه. وانت مثلا عدد هائل من انا بتوقع بتذكر هذيك الايام يعني قدرت بشكل شخصي ما يتجاوز 200 شخص يعني ضمن هالمهجع. ضمن هالمهجع 200 ضمن شخص. هالمهجع هذا. المريض مريض، المصاوب مصاوب، المجروح مجروح، وفي شاويش. هذا الشاويش ماخذ مترين بمتر. راحات واكل وشرب وكذا والامور هاي. فعم بقول لك اول كان نوع من التعذيب اللي لاحظته انا هنيك، الزحمه والعجقه الموجوده، وانت بالنوم ما بتقدر تنام، بدك تنام هيك بهالطريقه هيك. هيك تمام. اللي وراك راكيك وانت راكي، واللي قدامك مرتكي عليك. ليش؟ ما في مكان، يعني عالم فوق بعضها. بدك تصلي هيك، بدك تقعد هيك، شو ما بدك تسوي هيك، بدك تضل قاعد. وفي حمامات، الحمامات ما بتقدر تستخدمها انت. ليش؟ لان كل شيء عم يستخدمه مريض. شلون؟ وقاعد طويل بالفرع، فمعه امراض او ما شابه ذلك، فنفسك تلقائيا عايفه كل شيء، يعني عايفه الاكل والشرب والدخول والخروج وما شابه ذلك. عايش بموضوع ونمط توفير الطاقه. تماما، نمط توفير طاقه، انه انا لسه في بجسمي شيء ايتني ما بعرف، الله يفرج علينا. الاكل كان بالخطيب يمكن زهر مسلوق ورز مسلوق. يا سلام. هدول هن. ويمكن 3 زيتونات على ما اعتقد. كانوا ختيار اللي بيستلم الاكل. اختيار ترى مين مستلم الاكل بالضبط، ما توزيع الاكل شلون بدي اقول لك، عدى يوصل لعندك عن طريق المساجي. فلما انا كنت جديد هنيك كانت نفسي تعرف الاكل ما تقبله، بس القديم يلاقيهم ثروه. بس انا اطلع هذا مثلا نوصل له 6 شهور او 7 شهور. تعود اعطيه اياهم. نفسي ما قبلاني الاكل انا صراحه يعني. إيه بس هو بيلاقيهم شغله. ليش؟ لانه جوعان يعني، الجسم بحاجه. الجسم بحاجه لاكل يعني. وهلا بقول لك انا بالفترات الثانيه انه صرت انا من النوع اللي صار عندي اكل بدي اكل، يعني باي طريقه المهم انه بدي اكل. فهي كانت طريقه ثانيه بالتعذيب. الطريقه الثالثه غرفه التحقيق حد المهجع. شو الاثر هيك؟ تماما. فانت بتسمع صوت اللي عم ياكل قتل. يا هذا اصعب شيء الصوت. ما تحقق معي، فبضل انت عم تبني على هالصوت.
شو صاير جوا هني؟ شو صاير جوا، شو بده يصير فيني، وايمت بدي اخلص انا من هالدور هذا، ايمت ليجي دوري واخلص. عرفت شلون؟ فكانت هي النقطة الثالثة بالتعذيب. بس من ضمن هالفترة هاي او ضمن هالمعجة هذا لفت انتباهي شخص، يمكن اللهم صل على سيدنا محمد، مرحبة او من مناطق اللي حوالي رحيبة، والله عمره شي 72 سنة. 72 سنة. 72 سنة ختيار، ما بتوقع انه يكون طلع عايش، الله يرحمه اللي كان ميت واللي كان عايش. امين يا رب. ومعه اولاده اثنين، وجايبين مرته وبناته بدهم ابنه. لا حول ولا قوة الا بالله. نحن ما شلون عرفت قصه انا من العساكر تفوت وتطلع وتحكي، يعني العساكر رايح وجاي يبهدله، يعني بس فتح الباب بده يطلع العنصر بدهم مثلا بده يطلع انا بدهم يحققوا معي يبهدلوا للختيار، لولا اولادك ما صار فيك هيك، لولا ابنك ما صار فيك هيك، لولا ابنك جيب لنا ابنك، سلمنا ابنك كذا كذا. ولا هيك يعني هون كلياتنا فهمنا القصه، ابنه مطلوب، بدهم ابنه يسلم حاله، جايبين له العيله كلياتها العيله بالليله. لا حول ولا الله قوة الا وكيلك. بالله. اكبر انجاز بتاريخ سوريا انه راح النظام طبعا النظام. ما في، انا بالنسبه لي ما في بعد هذا الانجاز. يعني هذا شو وضع الشعب السوري هلا حاليا يا اخي، ما في مصاري، الشعب متضايق كذا، كلياتها هي شغلات يصبر عليها. صحيح. يعني قبل انا بوجهه نظري كنا صابرين بس ما في نتيجه، يعني صابرين مثل ما يقولوا بصر معي. غصب عنك، بس هلا لا بتصبر ان شاء الله وفي امل. في امل ان شاء الله. تتامل انت والفرج بعدين. من الله بيجي. تماما. اهم شيء للانسان بكرامته الحمد لله رب العالمين. كرامتك 100% معلم. يعني ليش عم بحكي هالشغلات هاي؟ لان في عالم نحن هلا شو مشكلتنا بهالوقت الحاضر؟ في عالم مثلا بلا مؤاخذه لا انسجن عنده ولد، لا راح لولد، لا راح لبيت، لا نادرين طلع قليلين. اثنين بيدا، ما فاتت لعنده جزء من البلبله. يعني هلا مثلا بده يدفع بدل او ما شابه ذلك، هي شغلات بسيطه، كلمه بيقول لك اللي بالماده. طلع وين النكته؟ حتى اللي عندنا بالضيعه اللي كانوا مؤيدين مثلا بضيعتنا كانوا مؤيدين انحبسوا. انحبسوا ومو انحبسوا حي الله مسحت الاراضي فيهم، ما بدي اذكر اسماء لا يتحسسوا مني. انا شلون فكرتي اول فكرتي انه في عالم بتلاقي انه دفع البدل مثلا انه كان مصيبه او ما شابه ذلك، لا مو هو مصيبه. صحيح. يعني ما شاف السجن ولا شاف ويلات السجن ولا شاف النزوح ولا شاف ويلات النزوح ولا شاف المفقودين وما شابه ذلك، وما عاش بالخيام وشاف ما عاش الخيام. بالخيام. يعني نحن عشنا جزء بسيط من الازمه، وما داء العنصريه برات سوريا وانت سوري تمام. وهويتك 100%. سوري ويعاملوك بدونيه. يعني بالنسبه لي انا انسجنت، اخوي عبد الرحمن خطف، محمد امين بالسويد، حسن بالمانيا. يعني هي اجزاء من النكبات اللي صارت بالشعب السوري، بس لا في هيك اكثر من هيك بكثير. صحيح. خصوصا يلي بالمخيمات وباللجوء والمفقودين يلي ما معروف عنهم شيء. تقول لي مثل ابو علي الله يرحمه اللي قتلوه نبشين وهن جايين من لبنان. تماما. مثل المره كمان اللي راحت نسوان. عندنا نسوان. كثير نماذج بالظاهرين نحن انفادت ما مع معروف انه نحن وينها. نعتبر نحن الضيعه يمكن اروق شيء يمكن باللي حوالينا. اروع في شيء انا صراحه يعني اهل الظاهريه بشكل عام كانت الشغله الحلوه عندنا انه كان في ضبط، في ضبط. صحيح. في ضبط وفي نوعا ما درء مسؤوليه ودرء للفتنه، وبغض النظر انه يا اخي ما حد بده يفسد على حدا ولا حد بده كذا. كانت الغايه العظمى انه بس درء البلاء، درء البلاء من النظام. 100%. يعني كلياتنا بنعرف النظام بس فات على منطقه مجرم بده يبيده، وفاتوا لعندنا نحن على الظاهريه. ليش فاتوا؟ دشنا بالبريه دشنا بالبريه. يا سيدي فاتوا مرتين ثلاثه، احد المرات كنت انا هون بحما، كان معي اللابتوب، فطلعت هيك وين بدي اخبي اللابتوب؟ يعني ولا اسهل شيء صرت اللابتوب، بالفعل وقتها فاتوا على الفيشه على الفرن. بالفرن معلم، مو بالفرن بقلب محل ما بتحط الصواني وما شابه ذلك، من تحت ما له تنفيسه او هي هيك الدرج، فتحته وحطيت اللابتوب. والله فاتوا فتلوا شو بدهم يعرفوا، ما لقوا شغله خفيفه تنشال معهم، لقوا حالهم وطلعوا. انا هون كان همي اللابتوب، خلصنا من اللابتوب، امنا على اللابتوب الحمد لله. الحمد لله. ليت اللابتوب يعني ايدنا ورجلنا سواء كطلاب او ما شابه ذلك. بس بقى مشان ما نشوق نضيع العالم كثير، بس انا بدي اوصل اهم شيء على فكره المعتقلات اللي دائما في استهانه بهالموضوع هذا. 5-6 ايام اجى دوري بالتحقيق، صاحوا لي على التحقيق، وقفنا قدام اللي عم يحقق معي، شو مساوي؟ ما يساوي شيء. قالت لكم بتحكوا هيك؟ بس جيتوا لعنا بصيروا ملائكه منزلين، مين طالع المظاهرات؟ مين طالع هي المسلحين؟ منين اجوا؟ منين كذا؟ قلت والله ما بعرف، انا طالب جامعه وسنه خامسه ومنتهي بمشروع تخرجي وبدراستي وبدي اخلص صراحه، يعني ما لي هالجو هذا. انا بتحكي بعين وقحه هيك شو قصدك انت عم تسالني يعني وانا عم بجاوب، بس طبعا ما بحكيك بهالثقه هي، يعني ماني عم برد عليه بهالثقه هي اللي عم حاورك فيها، لا طبعا كان في صوتك خافت طبعا اكيد في خوف يعني، رعب لا الله يفرجيه لحدا. هلا ما راح تحكي شو مساوي، الان ما يساوي شيء، انت ما بداوي غير ابو اسد. مطمش كنت ولا؟ مطمش طبعا، مطمش ومكلبج مطبش ويدي لورا ظهري وكل شيء، يعني انا ما بداوي غير ابو اسد.
ابو اسد. معلم هو قال هالكلمه شيء مثل لمح البصر. شلون جابوني ربطوني بالتخت ما بعرف، شلون صار يجي علي القتل ما بعرف، بشو يا يقتلوني أخي. ما بعرف. لا حول ولا عم قوه. بيضربونا بعصايه بجنزير ما بعرف، بكبوه بكوس او ما هيك يا هلاته. لا حول ولا قوه. صار له 8 سنين. انا ما مسوي جد لاني ما سويته يعني. شاهدت محمد بن خالتي الدكتور محمد والدكتور حسن كذا مره يعني، رحت لعند حسن مره ورحت لعند محمد مره، انه بس شوفوا لي في مشكله كذا، انه لا بيتحمل، انتم خلوا لي ما بدي اسوي انا ليش؟ انا في قناعه داخلي انه راح يجي يوم اخذ حقي. اخذ حكي ونحكي، يعني انه فينا نحن نحكي عن يلي صار جوا الله بقي لك معلم شلون قتلونا شلون كذا. يعني انا ما يصحي يعني هون خالصين، بتحس حالك فقدت الوعي، صرت خارج تغطيه او ما شابه ذلك. خلصوا قتل وقفت بصوم بصمه 2 3 هيك على ورق ابيض. هن بيعبوا الشباب على كنا كيفهم. بيعبوا على كيفهم. قمه العداله، طلعوا على العداله، انتوا لحد وين؟ ما حكيت شيء انا ولا سالوني عن شيء ولا تحقيق ولا اي شيء، بس قتل. يعني انت رايح تاكل قتله بالمشرمح يعني دي ربوا الشعب كله، كانت الفكره وقتها. تربايه الشعب تماما، انه راهي بالشعب وخوفه. لما بيربوني اللي بيربوا غيري. 100%. ليش؟ يعني مثلا على مستوى الظاهريه او ضيعه، عرفوا اهل الظاهريه فلان انسجن، فبصفي اللي حواليه كله بده يحسب حسابه يا اخي الفوت اللي عنده مو سهله. والله اخر نزلت من الشام، وقفونا على حاجز البواب، اول مدخل حماه على الحاجز. مرقوا الهوايه كلها، رجعوا ما رجعوا لي هويتي. يا لطيف هون الخوف صار عندي كبير لدرجه كبيره كثير كثير. فاجى العسكري كان معي يمكن 500 600، شلتهم حطيتهم بايده. قلت له مشان الله شوف لي شو الوضع. لما شاف المصريات ريح. باع القضيه كلها باع القضيه كلياتها. ايه ولا شوي صح اسمي قال نزيل. قال له البولمان امشي، قال له لا تمشي. قال لي خلاص هلا اعطيك مرأة للمساعد والامور تمام ولا هي. نزلت تحت نفس الحكي. قلت له ايمتى اخر مره طلعت مظاهرات؟ قلت له انا ما طلعت مظاهره ولا بعمري طلعت مظاهره. قال لي كلكم بتحكوا هيك، من اجوا 1.5 مليون اللي بحماه. خنقت. نفس الكلمه. الرجل هم بعد جدال رجع لي الهويه، الزلمه اخذ 500 ليره كمان الثاني. رجع لي الهويه وقال لي كلياتكم حتفوتوا. انا فكر حالك نفدت، ما حيضل واحد من حماه الا ما حنفوتوا هي من لجوا. جديد ولا بدايه بدايه الاحداث بال 2012 بدايه الثوره تماما. بال 2012 انا هون ضبيت حالي ولا تعرف. انا شو عندي كابوس بالحياه هو السجن. سبحان الله. لك هلا كلياتنا عندنا هالكوابيس هي، بس يا اخي ما متخيلين هيك نحن. لا والله. هلا صراحه انا كان قلبي قوي قبل ما انسجن، كان قلبي قوي فوت اطحش روح يعني. طلعت بتذكر على باليرموك، انا وضليت محاصر باليرموك يومين ثلاثه وطلعت وصرت بدي ارجع على اليرموك، طالع لابتوبي طالع اغراضي يعني. كان في عندي قوه قلب ماشي الحال يعني. احد مرات انا بدي ارجع على اليرموك والله خلاص انه خلاص بدي اروح على اليرموك، جيب اللابتوب وارجع. إيه وصلت لعند الزاهره وعند دوار البطيخه العمى، سلسال من البشر واقف، فكان 500 600 واحد يفوتوا على اليرموك وتفيش وعفط عن ابو جنب. قلت بيعوضني الله اللابتوب ارجع على بيتي انفذ بريشاتي احسن من كلامي. سبحان الله كلها بنفس السنه اللي انسجن فيها الاحداث يعني. بالخطيب معلم ما بقول لك بصوم بدون ما احكي ولا كلمه، بس قتل. وهالكلمتين ثلاثه اللي قلت لك اياهم يعني انه ما عامل شيء انا وطلع على بيجامه. شالوني رجعوك على المهجع. على المهجع، بس عن المهجع شلون بدي لك انا، بس بدي مكان اتشطح فيه كذا، حدا يداوي لي رجلي، حدا كذا، ما حدا يقدر على رجلي. هيك صارت الرجل يعني كلها المنطقه كلها تورمت رجلي. عرفت شلون؟ ما بعرف من عم بيطلع الدم مني. والمهجع في عالم يعني الشاويش جدا وسخ. الشاويش اجى قال هذا جديد شلفوه عنكم بنفس المهجع الخارجي. والله شلفونا هيك المهجع الخارجي، فتنا لجوا. والله واحد من الشباب الله يجزيه الخير صار ينفخ لي شوي على رجلي، كانه معه شغله هيك مسح لي شوي، قال لي يلا بسيطه كلياتنا على الطريق. المساواه بالظلم عدل. تمام قال لي كلياتنا على الطريق. يلا هلا قال لي هلا خلصت، ما عاد حدا يجي يمك ان شاء الله. قلنا له ان شاء الله. انا كان في معي واحد من الظاهريه. مين؟ لا كان في معي واحد بالظاهريه ما بدي اذكر اسمه هلا. انا بالفرع كان معي واحد بالظاهريه، وجاني خبر عن واحد ثاني من الظاهريه. طلع خطيب. فرع الخطيب كان معي واحد من الشباب من الظاهريه، والشاب الثاني كمان من داريا ملتقي بواحد من عندنا من الظاهريه. عرفت شلون؟ كان بالجويه
اجى على الخطيب كانه هيك سبحان الله شلون ما بعرف شلون هيك صار حكي بيني وبينه. علاحة على كذا. تماما كانه علاحة بعلاجة الحكي. تماما. قال لي انت حميك كذا يعني علاجة الحكي كلها. قال لي فلان فلان بتعرفه؟ بس انا بعرفه للشاب. قال لي كان معنا بالجويه وصفوه. وعلاجة الحكي سبحان الله خلق اللهجات هيك تعارف. يعني الشاب اللي بالجويه من الظهريه صفوه بالجويه. يعني هذا السجين بيعرف انه صفوه. لا حول ولا قوة. عرفت النقطه؟ يعني شوف انت على مستوى الظلم ومستوى القهر انت اخذتنا بدك تسجني بس حقق معي. اسألني شو انت شو ما بدك تحقق معي خدني على فرع ثاني خدني على سجن ثاني لك اعطي خبر لاهلي مو معقول يعني انت. كان الهدف انه يقتلوا اكبر عدد من الناس يربوا الشعب كلياته فيه. هيك كانت هي النقطة انه تربية الشعب واقماع الشعب وارهب الشعب وكذا وما شابه ذلك. معك كم سنة مهدي صفي هالثورة؟ صفي هالثورة وخلص منها. طلع يمكن ما في اي واحد من النظام قتلت من ملايين شخص مرجع سوريا مثل ما استلمنا. هلا كلياته هذا كان لخير. انا بالنسبة لي حكيناها للشباب انه بعد ما سقط النظام قلت لهم النظام سقط كلياته بايد رب العالمين وبهمة الشباب المجاهدين. بس احد اسباب سقوط النظام غطرسته. النظام او بشار الاسد او ما بعرف المافيا الحاكمة وصلوا لمرحلة انه نحن ما عاد نقار. ان ربكم الاعلى. ربينا سوريا كلها من راسها لاساسها ما عاد واحد ربينا سوريا ولبنان وكله تماما. وحتى اردوغان صار يترجانا انه مشان الله تعال بدنا نقعد معك واللي حوالينا كلهم صاروا يترجونا. فاحد اسباب سقوط النظام كانت غطرسه النظام نفسه. سبحان الله. مستهين بالعالم كلياته وخلاص ضبطنا العالم وقعدنا العالم وكذا. حتى بتذكر لما فرضوا الضريبه على المناشر $1,000,000 على حمل الحجر. انا ما خاطر ببالي بده يسقط النظام. بس حكيت للشباب يا شباب النظام وصل لمرحله المناشر او لمستوى المناشر في غلط بالموضوع. يعني انا يوميت اقرا حكي ابن خلدون والله العظيم قلت يا الله ليش بيطبق حكي ابن خلدون على كل الدول اللي على سوريا ما تطبق. يعني كل اسباب السقوط بحكي ابن خلدون بتطبق على النظام السوري بتطلع معك لابس كتر الضرائب كتر الكذا المعتقلات يا اخي حكي ابن خلدون كله طابق معقول هذا نفد من التاريخ. سبحان الله. هو ما نفد من التاريخ بس نحن شلون بدي لك هي كان امر رب العالمين كبير بس وصلنا لمرحله انه خلص هذا النظام موجود بدك تتعايش معه. لا نتعايش معه تماما. هذا اللي صار. بس ما بقول هي وقت وصل للمناشر انا ما من الاشخاص ما خاطر ببالي يسقط نظام ولا 1% بس انه وصلنا لمرحله غلط. يعني اذا النظام هلا وصل للمناشر اصبح بده يوصل للقطاعات الاصغر منها. يعني صار بالاعمال اليوميه اخر شيء بده يجي يجبي طيبه تماما. يعني على مستوى محل صغير على مستوى دكاني على مستوى بسطة على مستوى بسطة بده يوصل لهدول الاشخاص. اصبح في عنده ازمه كبيره. يعني في عنده ازمه كبيره بس ما بنعرف نحن ما مبين عليه في شيء صراحه. يعني وين مبين شيء؟ يعني ما مبين شلون وقت اللي بيفوت على السجن بشوف السجلات وبشوف التصوير وبشوف شو مكتوب وشلون عم يديروا النظام تقول ما مستحيل يسقط. هو ما بتشوف الحدود تفيش كذا انه في عصابه قائمه بالموضوع. عصابه ما فيها وماكنين ومتمكنين والمجتمع الدولي عم يدعمون كان اخر فتره. يعني مو عم يدعمون من اول فتره يعني هو من اول فتره الزلمه ماخذ ضوء اخضر صاير بدك ماخذ ضوء اخضر طبعا تفهم. وقال له رامي مخلوف قال له امن اسرائيل ما امنا وهلا ليك ثبت هذا الموضوع. طبعا تصريحات نتنياهو امبارح. بس لا قصدي انه اخر فتره صار يطالعون من العزله. يعني ما اجت السعوديه وقادوا المبادره وايطاليا قادت المبادره انه بدهم يرجعوا الجامعه العربيه بدهم يرجعوا للاتحاد الاوروبي. اردوغان يترجى. اردوغان مشان الله لك تعال عنا يا اخي لنحكي لنا كلمتين. لا انا بدي اروح لعندك اذا بدي اروح عندك بدي ارجع لواء اسكندرون ذات نفسه. بدي ينسحب الجيش التركي وبدي يعني طلبات هو عرفان قرارات نفسه زرار عند اردوغان في كثير شغلات راح تنفذها. فشوف سبحان الله اجى النصر الالهي. سبحان. فلما استيأس الرسل وظنوا انهم كذبوا اتاهم نصرنا تماما. نحن هذا اللي صار فينا ترى الحمد لله. اتوقع ان نحن وصلنا لمرحله يأس داخلي وفي امل برب العالمين وفجاه اجى النصر. سبحان الله. معلم كان ضل ضمن الحديث لان الحديث عم يتشعب لحاله سبحان الله. ما بقول لك بالخطيب انا 15 يوم كانت تجربه 15 يوم مأساويه بالنسبه لي كانت مأساويه. والله بعد 15 يوم او 16 يوم في الساعه 9 الصبح دقوا الباب محمود يوسف طلع قلت لو بتحقيق لا انه جيب اغراضك كلمه جيب اغراضك جيب اغراضك معقول بدي يطلع ان شاء الله يا رب. والله طالعوني سلموني اماناتي هون ما حد حكى معي شيء خلاص حققوا معي كتبوا ضبط. والله سلموني لشاب معه سياره كيا ريو سياحيه. والله غريبه الله هي مو سياره يعني مو سياره امن ولا كذا. يعني شو الترتيبه هون. والله ركبني من ورا كلباش مطمش. انا لما كلباش يعني مطمش عرفان انه لا اصبح في رحله ثانيه. فاجا هذا الشاب سبحان الله يمكن هذا كان موقف انساني منه شل لي 12 وين رايحين؟ قال لي على الشرطه. قلت له شو يعني بالشرطه؟
اي بدك شوف شغلات بحياتك ما شفتها. لا حول ولا قوة إلا بالله. ما انه يفائلني. لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني شو يخطر ببالي شرطه مخفر شرطه يعني مثلا شلون؟ والله هيك معلم طلعنا رايحين على فرع السياسيه الفيحاء، فرع التحقيق بالسياسيه اسمه الفيحاء. والله بالفيحاء كمان نفس الامر، امانات تسليم امانات لابتوب جوال كذا. حطونا بمهجع اسمه مهجع العربيه، انا حطوني فيه بالغلط. هلا بدك ليش بالغلط؟ والله مهجع شو اسمه؟ مهجع العربيه هذا للمساجين العرب. مولد سوريين. ولا سوريين. انت مدلل لا؟ ما بقول لك حطوني فيه بالغلط هني. فمهجع العربيه غرفه كبيره والله، وكل واحد له يطقه وبينام مثلا، يعني يطق انه مدري وبطل مثل الطراحه. والله في شيء 15 20 واحد شباب يعني من درعا ومن حوران من هالمناطق هي. والله فاتوا سلموا علينا اهلا وسهلا تفضل كذا الشباب يعني بالغرفه نفسها. ضليت انا هون بهالغرفه هي شيء 9 ايام. 9 ايام كثير انه انا اوصل وما حد ينطلب على التحقيق، في غلط بالموضوع. فبعدين فهمت انا بعد ما طلعت من السجن السياسيه بتعتمد اسلوب التعذيب النفسي والجسدي. امن الدوله لا، اسلوب تعذيب جسدي مباشر. يعني انا بدي اخذ منك المعلومه، بدي اخذ ما راح اخذ منك معلومه لان عندي معلومه مقدمه بدي احط لك اياها. بتثبت عليك انت غصب عنك بدك بس بدك تاكل قتله. السياسي عندي الطريقتين بس شو منه النفسي والجسدي. يعني 9 ايام ما تحقق معي العمل، شو في يا الله. يعني صاروا شو يكركبوا لي افكاري. طبعا ضمنها 9 ايام الله بعث لي شخصين اولاد حلال ضمن السجن. احد مرات يعني يمكن باليوم الثالث او الرابع شي الساعه التقدير الشخصي كانت 2 بالليل، فيقني شاب من الشباب الله خير لا فيني قول كلمه بتحكي معك كلمتين بس ما حد يسمعنا ما بعرف الله. قال هلا ما حققوا معك. بس راح يحققوا معك بس دير بالك تعترف على مظاهره. اذا بيضلوا بيضربوك 24 ساعه ل 24 ساعه ما بتعترف على مظاهره. قلت له ليش؟ قال لي بس اعترفت على مظاهره صرت مسلح، بس صرت مسلح صرت صيدنايه فورا. فورا. قال لي هون بالسياسيه عندك محكمتين، محكمه الارهاب ومحكمه الميدان العسكريه. محكمه الارهاب بتحول على عدرا، محكمه الميدان العسكريه بتحول على صيدنايه. صيدنايه خالص رحت فيها. صيدنايه خالص. قال انا بنصحك من هلا ما بتحكي ولا كلمه، اصبر قد ما فيك اصبر. نهار الله يجزيك الخير والله ونلنا. ثاني نهار كمان اجى واحد هيك من الشباب زلمه كبير بالعمر والله كمان كان صار له شيء 9 شهور. فعم بقول لك انا بهالفتره هي ماني بتقبل الاكل، شو يجيني اكل اعطيه لهذا الشاب. قال لي بدي انصحك نصيحه. لا تفضل. قال هلا محتمل انت تضل عندنا 90% تنزل لتحت. انت شو تحت؟ قال المنفردات والجماعيات. قال اذا رحت على المنفرده او بالجماعيه اول ما تروح يومين ثلاثه بيجي لعندك شاب بيظهر لك انه صديق ومظلوم وكذا والامور هي، بصير بيحكي لك على بطولاته برا. مخبر. دير بالك شو ما حكى. قال له ايه؟ اذا سالك شيء عنك قل له لا انا كنت بدراسي وبشغلي وكذا ما لي علاقه بهالمواضيع هي. بتضل على هالاقوال هي. بده يسحب منك حكي بدون ما تعرف. تماما 100%. ان الله يجزيك الخير. والله معلم 4-5 ايام طلبوني على التحقيق. لما طلبوني على التحقيق كنت انبسطت. يعني فطنوا فيه. فطنوا فيني. تقدم مرحله. تقدمت مرحله يعني شو يا الله انا 9 ايام لسه ماني عرفان حالي وين رايح. والله نزلنا معلم عم يحقق معي ضابط من حلب او بعرف شو رتبتهم هن بالسياسه محقق يعني بس بعرفه انا بعرف اسمه يعني وحافظ شكله بصم. والله قعدنا معه. فكرت تشتكي عليه هلا؟ هلا بنحكي اخر الحلقه. تفضل. اللهم صل على سيدنا محمد. شافني شو اسمك؟ قلنا له كذا كذا، اسم الام اسم الاب الاخوه كذا هيك الامور هاي اسئله كلها روتينيه كانت وبيعرفوها هن. عرفت شلون؟ تاكدوا من الشخصيه. بهدلني شوي سب كذا هالامور هاي. هون لا ضرب ولا قتل. اسوى شيء. قال بأنه مهجع حاطينك؟ قلت له ما بعرف. قال له العنصر منين جبتوا من العربيه؟ قال له شو حاطينه بالعربيه؟ شو هالجحشنه هي؟ شو هالجنان؟ شو هال روح طب المفردات لها حماء. شو عم تساوي انت بالعربيه؟ العربيه 5 نجوم. انت باوتيل 5 نجوم بالعربيه. معقول صار لك 8 ايام عندي مرتاح بالعربيه؟ ما بيصير. شو يعني ليش شو سياسه التعذيب تبعيتي اذا حاطين لي اياك بالعربيه؟ معلم انا اول بنت يعني شو بدي لك بتحس انه الموقف المضحك ممكن. سبحان الله. انه استكترت علينا 8 ايام بالعربيه بزنزانه. ضاربني منيه فيه. الله وكيلك. والله شرفوني بالمنفرده. اخذوني على منفرده مدومه فيها ضوء. يعني مريت انا على 3 منفردات لان ضليت بالسياسه 5 شهور ونص.
المنفردة المدعومة فيها ضوء. والله فت على المنفردة. في شاب كان عنصر سابق بالسياسية منشق وجابوه من المتراس من طرطوس، وفي شاب من خربة غزالة بدرعا. طبعا الشاب عمره 45 سنة وهذاك عمره شي 35 سنة. أنا كان عمري هذيك الأيام بس كان 24 أو 25 هيك الدولار هذا. خير شو عم تساوي هون؟ قلت له والله بعرف كنا بالطريق جابونا. فأنا أخذت درس من فوق إنه لا تحكي شيء. والله الشباب يعني شلون بدي لك كان صار لهم شي 4 5 شهور منفردة وعيفانين غيمون. يعني نهنهين. نهنهي. لا لهم لا يطلعوا لا ياخذوا يعطوا معي ولا لهم خليه يحكوا. بدهم بالناس كلمة. بدهم الناس كلمة. لا والله الشاب اللي من المتراس اللي ان شاء الله حدثني شو الوضع برا شو الدنيا شو كذا والله ما بعرف. حرام يعني زي ما له علاقة من المتراس عنصر سياسي تركماني هو الشاب. يعني انه حكيني بس شو الوضع برا طمني يعني في امل ما في امل انه رح يسقط ما رح يسقط. لا له هي تياسير رب العالمين ما بعرف والله انا بعيد عن هالجو كلياتها ترى وما لي علاقة بالقصة كلياتها. وبعدين صراحة تبين لي انه ما له علاقة. لان انا هون صرت بالمنفردة. والله يمكن كان شي الساعة 11 12 والله نمت ليلة بالمنفردة. ثاني نهار طلبوني على التحقيق. فأول نهار كانت تسلاية على أهلا وسهلا ومرحبا كانوا ضيفوني فنجان قهوة. ثاني نهار بلش القتل. وقفنا قدام المحقق شو عامل انت؟ قلت له ماني عامل شي كذاب كذا ما بعرف شو. قلت له أخي ماني عامل شي أنا طالب جامعة سنة 5 تخرج ملتهي بمشروع تخرجي ملتهي بدراستي يعني وما يعني ما نبي هالجو هذا والوضع هذا كلياته. قال كم مظاهرة طلعت؟ قلت له ولا وحدة. قال منين اجوا المليون مسلي بحماه؟ قلت له والله ما بعرف. هاي الكلمة كان شيء. تماما. قال مين قتل الشباب على جسر الظاهرية؟ قلت له أين شباب؟ قال بتعمل حالك مالك خبر؟ في عندكم علم انتم قتلت على جسر الظاهرية؟ قلت له ما بعرف مالي خبر. بالفعل يعني نحن سمعنا بهيك شيء بس بقى ما أهل الظاهرية اللي ضربون ولا فلان يعني صار وقت كثير مع بالموضوع. قلت له ما بعرف. قال كلكم تصيروا شرفاء مكة لما تفوتوا لعنا وكلكم ما لكم عاملين شيء وكلكم قلبكم على البلد وكلكم وطنيين بس هلا بتخلي الوطنية تطلع من عيونك. والله معلم عندهم بري إنش الأخضر الإبراهيمي. يمكن الشعب السوري كله بيعرف الأخضر الإبراهيمي. على تخت الزنزانة عندهم تخت بيحطوك على التخت بيربطوا رجليك على الفاصل أو الحاجز تبع التخت. يمكن قد ما 150 200 ما بعرف. أنا ما أحس إلا حالي باكل أكل على رجلي. وصلت لمرحلة هو يعد وأنا أعد معه ما عاد حسيت برجلي. سبحان الله. عرفت النقطة يعني أول 20 25 أنت عم تتألم بس بعدين صدقا ما عاد حسيت. تخدر ويعد يعني ما بقولك أنا عد معه إنه ما عاد حسيت بشيء بس منين يجيني يعني واحد عم يضربك بالأخضر الإبراهيمي واثنين ثلاثة عم يتناوبوا عليك كفوف ورفس وكذا والأمور هي. عرفت شلون؟ يمكن شي نص ساعة أو ما شابه ذلك. وما لك تهمة يعني ما كان مشينك بجريمة. يعني هو مزعوج يعني انه انا ماني شو عم دير. انا طالب يعني جامعة جاي من بيتي على الجامعة. افترض اني طالع مظاهرة يا رجل معقولة؟ يعني هلا عم يطلعوا ضد الدولة عم تقول يا عيني ويا روحي والله اهلا وسهلا وكلياتنا اخوة واهلا وسهلا فيكم وبدكم اياه بيصير يعني ما عم نسمع باعتقاد يطلعوا يعتقلوا حدا لان طلع مظاهرة ولا عم يعتقلوا حدا لان عم يحكي له كلمتين لكن اعتبرني طالع مظاهرة. والله يا ابو بيدا هذا المحقق خذوه على الشبح تبعيته النفسي كمان في حديدة ملزوقة على الحيط ملحومة بالحيط كلبشة من هون كلبشة من هون بيعلقوا لك ايديك ترفع ايديك لفوق. رجلك على الارض ولا ما لا؟ في تقريبا سنتي يعني انت فيك توقف هيك بس وصلت هيك ما بتقدر تعمل. ايوه شلون؟ ضليت مشبوح 5 ايام يعني 5 ايام انت معلق ما بتنفك لتنام او كذا يعني 24 ساعة ل 24 ساعة 24 طبعا يعني 5 ايام انت بدك تضربهم ب 24 ساعة انا معلق ولا ينزلوك على حمام ايمت مثلا وقت الغداء معك 5 دقائق على الغداء ما بتقدر تاكل حتى لو فكر الغداء ما بتقدر تاكل ايديك مش بدك يتحركوا ايديك تماما انت بدك بس تحرك دمك شوي يعني تحرك ايديه بيفكونا 5 دقائق برجعوا بكلبشونا 24 5 ايام انا هون باليوم الخامس حسيت حالي ضيعت فصلت فهني بيخلوك معلق يا لتفصل يا لتحكي. معنى تفصل شو انك تفقد الوعي. انا قبل ما افقد الوعي اتخيل شغلات كتير عرفت شلون شيء تخيل حدا من رفقاتي جاي لعندي شيء تخيل حدا عم يحكيني شيء تخيل واحد حدي عرفت وين النقطة. فحسيت انه في شيء غريب عم بيصير هيك براسي فجأة فقدت الوعي. يجوا يقولوا لك انه بدك تعترف بدك كذا. لا هون شايفيني هن بس يروحوا يجوا يضربونا ما يسالوني فوق الشبح ضرب طبعا شلون لك اجباري
بس وين هي الفكرة هنا؟ بدهم شغلتين، يا آخر شيء بفكوني وبحكي، يا بدك تفصيل. فطبعا أنا روحت عليك شغلة، لما تعبت بالشبح قلت له فكني بحكي. والله فكني شوي، كان هذا الحكي ثاني يوم أو ثالث يوم، أخذني لعند المحقق. فالعنصر مكيف سيدي بده يحكي. جاب إنجاز ما شاء الله. إنجاز والله. أخذني لعنده، قال شو بدك تحكي؟ قلت له يا أخي والله أنا ماني عامل شيء سيدي. ليش مشبوه يعني ماني عامل شيء؟ قال له يا ابن الحرام يا ابن كذا يا ابن كذا، جايبني مشان تقول لي هالكلمتين هاي؟ شلون يقتلوني ما اعرف، يمكن سطروني كفين ما لبست ابرون بارضي. لا حول ولا قوة. وعصي وقتل على كيفك يعني. انا هون ندمت اني قلت له بدي احكي. لو ضايل المشبوع بطلع. لو ضالي مشروع سلي رجعني على الشبح. اخر شيء باليوم الخامس فصلت شلون خالصين دخلت فقدت الوعي. انا ماني حاسس شلون فكوني، فانتبهوا كانه بعد فتره اني فقدت الوعي، شحشطوا فيني هيك بالارض او ما شابه ذلك يعني. بالسقايم ما هن بقى العناصر بفكوني، بس بيجي صخره الفرع يشيلوك على يرجعوك على الزنزانة. بيرجعوني على الزنزانه. فاخذوني على المنفرده. فالمنفرده ضليت فاقد الوعي يومين. صحيت باليوم الثالث. لما صحيت انا ماني عارف شو صار، بتذكر حالي اني كنت مشبوه. فهذا الشاب اللي من المتراس الله يذكره بالخير داواني كذا هيك. وإذا شايفنا هون والله انا نسيان اسمه صراحه يعني، هيك على الضغط الفديك المره نسيان اسمه. بتذكر منطقته طرطوس المتراس، عنصر سابق بالسياسيه. سبحان الله. هيك الواحد قد ما في يعمل خير وين ما كان كله بينذكر سبحان الله. طبعا اجباري. إيه لما فيقني قلت له شو صاير؟ قال لي جابوك فائد الوعي، مغمى عليك، اغراضك وسخ، اغراضك مي مشقشقه كذا، ماكل قتل، الدمع بينزف منك. قلت له هيك؟ قال هيك. قلت له هلا شو بدهم يسووا فيني؟ اهلا بتركوك. هلا اخذنا وانت ثبتت براءتك. انا هيك، هو انا وياه هيك كان تحليلنا. ايوه ما طلع مزبوط يعني؟ لا ما طلع مزبوط. بفيدك شغله، فهون هن كانوا يستفقدونا ولا يكون متت. اخر شيء انه هو اللي يجي العناصر يسالوني فقت ولا ما فقت؟ قال لي لما انا كفايه ترى كان اخذوك على المستشفى على المستشفى. يعني بس لما انا كفايه كنت رحت على المستشفى. انت شوف هي امتيازات؟ قال ما في شيء، بس فقد لك 10 15 يوم بالمستشفى. فهيك يعني هو طبعا ما في من هالشغلات هيك كلياتها. بتهيأ له كمان. بتهيأ له ابدا 100%. لما فقت اجى العنصر سأل قال له فاق، والله طلبوني اخذوني. المحقق سالني شو اسمك؟ يعني لما بيسالني اسمك يعني اي واحد بيسال شو اسمك قلت له اسمك خلال ثانيتين يعني. صفنت انا شوي. ليش ملخبط؟ ماني مستوعب. ما مستوعب. قال كانك ما صحصحت لسه، شو رايك هلا بشبحه ثانيه بس صحصح على الاخر. شو اسمك ولا؟ هون ذكرت له محمود. صار يسالني ياخذ يعطي معي شوي، حس انه في شيء يعني انه الامور لا ما خرج حققت معي هلا او كذا. والله ضربونا شوي، اعطوني حبه دوبران او سيتامون. اي بسوريا بالسجن دواء لكل شو ما كان معك بيعطوك السيتامون. مشان المصداقيه يعني كان في مربى طعماني مربى اخذ الحبه هلا. وضل واقف علي لاخذ الحبه، يعني اكد علي اني اخذت الحبه. والله اخذنا الحبه رجعونا على المنفرده. فهون بلشت رحله النسيان تبعيتهم. العام نحن صار لي اسبوع 10 ايام العام ما حدا اجى يمي. قتلوني وشبحوني نسيوني خاصين ما عاد اجى حدا يمي. كان معنا واحد من خربة غزالة كمان الله يذكره بالخير ما بعرف طيب عايش. فبصير هو على حكي وقرابة مع رستم غزالي. كان محجم وصى فيهم رستم غزالي مزبوط. التوصية العجيبة. اخطي اكلوا اهل المضاعف. اخطي هذا شو مساوي؟ مشكلين اللجنة من عندهم رايحين لعند رستم غزالي انه ابن ضيعتنا خففوا شوي عنا عن هالمنطقة هي. قال لي رحنا نحكي هيك عم حطنا كلياتنا بالسجن. ايه والله لعنة الله عليه. تتحقق معكم؟ قال لا ما تحقق معنا، اهلاتنا قاعدين هيك والله عم نستنى فرج رب العالمين. قلت له يعني شو متوقعين؟ قال لي والله ما بعرف يعني نحن اخر شيء قرابته درسته. معقولة ينسى انا؟ معقولة كذا؟ معقولة كذا؟ قلت له يعني ما هو اللي حطكم؟ قال لا ما هو اللي حطنا هون، مدير مكتبه او ما بعرف مين يعني انه ما خلوه يشوفوا. قلنا له خير ان شاء الله بعين الله. فمعلم هون بلش الان رحلة الجوع تبعتنا. فهون صار لي فترة شهر وشوي يعني. كل المدخرات بالجسم استهلكتها. خالصين ما ضل عندنا شيء. شو كانوا يعطونا مثلا؟ بذكر انا 3 زيتونات على الفطور او شقفة زعتر مع زيت ومع موي، يمكن بذكرها مع موي، شقفة صغيرة هيك قدها. على الغداء يجيبوا لك شوية مجدرة مع فحل بصل. على العشاء حبة شوربة. يعني شلون بدي اقول لك ولد صغير ضل عايش بس
تضل عايش وتتعذب. ضايع تعذب. تماما تصير تفكر بالاكل. هون نحن ما عاد نسينا، ما قلنا موضوع نسينا شيء حريه، صار تفكيرنا مشغول انه شلون بدنا ناكل والجوع ذبحنا. وموضوع الشغله الثاني انه لو ان احنا دائما نضل هون يعني صرت انت خلص انا هون نسيوني شاغلين لك تفكيرك طول الوقت. تماما. شغلي تفكير انه لا عم بيتحقق معي، وبالاضافه انه في عندنا معاناه بالاكل والشرب بالقعده. يعني نحن كنا ثلاثه بمنفرده، يعني ما انت بدك تنام اثنين بدهم يناموا واحد يضل فايق، يا بدك تقعد تنام الله يعزك الحمام. بالحمام على البطه. وما يمشي الحال يعني تنام اخر شيء. ضلينا على الحالة انا بتذكر يمكن شهر ونص او شهرين ما حد اجى يمي، قاعدين سجن عم نفكر بالاكل، عم نفكر ايمتى نطلع. اخر شيء انا صرت اكلاتنا بنلجأ لرب العالمين، دائما ما نقول واحد غير رب العالمين. قلت اخير رح يجي يوم رح اطلع من هون، ما رح ضل هون كل العمر. يعني زي مو بال 2014 15 16 17 انه اخر شيء بدي اطلع من هون. اذا لي عمر رح اطلع من هون، هيك كان تفكيري اخر شيء. فهي الانسان مشان النجاة بيأمل حاله خلاص، الجسم بيعطيك قوة دافع لتعيش، تتمسك بأمل. تماما 100% انه تعطيك أمل. عم نعيش حالنا على الامل هذا. احد المرات والله كان هون صار لي يمكن شي شهرين ونص بالسياسيه، فتحوا طلبوني طلعت، ما سووا معي شيء. انا بدك تحكي له انا ما مساوي شيء. قالوا العنصر حطه بالمفردة 5، هيك بتذكر رقمين. الفريدة 5 ما فيها ضوء، عتمة، وسخة، رطوبة، فيها يطاقات او بطانيات كلياتها موي. وسخة كثير منفردة. لا حول ولا قوة إلا بالله. كان فيها شابين قدامي. سمعوا الإجرام يا أيتام الأسد. تماما 100%. كان فيها شابين قدامي. الشابين كان صار لهم يمكن 6 شهور او 7 شهور، يعني نفس القصه تبعتنا، بس هذوك محققين معهم حاطينهم مسلحين وكل شيء، يعني من هي اموره. بس الشباب نفس الوقت هذوك عندهم رده فعل، ما عاد يتقبلوا حدا يفوت لعندهم، لا عاد يتقبلوا ياخذوا يعطوا مع حدا، صار في عندهم رده فعل داخليه. انعزاليين صاروا. انعزاليين وهجوميين بنفس الوقت. وهجوميين، وكلياتنا نفسية محطمة. نفسيه محطمه. وعندنا شغلتين، انه بدنا نموت ولا نطلع، ولا بدنا نعرف شو بده يصير فينا اخر شيء. والاكل كان الاكل مصيبه بالنسبه لنا، يعني انت خالصين ما عم تاكل وتشرب بالمره. وما ضل في جسمك بعد، استهلكت كل شيء تمام، عندك. استهلكت كل شيء. ما ضل في عندك دهون، لا ضل في عندك ابدا شيء. والله معلم نسيوني بهالمنفردة هي شهرين. هون كان صار لي شيء 4 شهور بالمنفردة. وهي وتأقلمت مع الشباب بعدين. تأقلمنا، يعني صار في اشكاليات بيني وبينهم، يعني نحن ثلاثتنا كنا نتناقر مع بعض. انا شلون انه خلص منطوي وهن منطويين وكذا، انه ما في داعي يعني ما عندك شيء حافز للحكي او ما شابه ذلك. يعني شو بدي احكي وانت عن شو بدك تحكي وفلان عن شو بدك تحكي، كلياتنا واقعين بهالمقرايه هي وبهالظلم هذا وبهالمعمعه هي، وهيك الله كتب علينا. والله معلم كان هون 4 شهور 4 شهور ونص طلبوني للتحقيق. هون كانت الضربة القاضية بقى. قلت ان شاء الله هالمرة بدي اخلص. طلع كمان سألني سؤال نفس السؤال ورجعني على المنفردة. ما في ضرب، ما في شيء. ما سوى معي شيء، بس سألني بدك تحكي ولا لا؟ قلت له ما يساوي شيء، انا رجعوا على المنفردة. هون انا لسه ماني متربي برأيهم. ليش ما بقول لك؟ ان اعتمدوا هلا اول شيء اعتمدوا معي سياسة نفسية جسدية نفسية، انه خليه يحكي حاله ضمن المنفردة. طبعا بهالوقت هذا كان في شاب من الشباب اللي معي بالمنفردة طلعوا. طلعت انا معي واحد شاب ردوا نقلونا من هي المنفردة لمنفردة اسوأ منا. اسوأ انا وهذا الشاب. اللهم صل على سيدنا محمد. بهالفترة هي فات لعنا شاب كان معنا بسمان الحوراني، فهي عتمة يعني، لا انا شايفه لا هو شايفني. سلم الزلمة، ما بعرف شو حكيت، عرفني من صوتي يا زلمة. الله وكيلك. محمود دندشي اذا بتذكره، بحكي اسمه محمود دندشي من عقرب الزلمه او من عقيربات، ما بتذكر المنطقه. ما انت محمود يوسف؟ الشباب الطوال اللي كانوا تماما من الشباب الطوال 100% هذول هن واحد منهم. الله يذكرهم بالخير يا رب. امين يا رب. كانوا معنا ايام الثانويه. بسمان الحوراني كانوا معنا. بسمان الحوراني قلت له انا مين انت؟ انا هون صدمني. خفت. طبعا شلون عرفتني؟ انه ما هي شايفك يعني من الصوت. سبحان الله. الصوت عرفتك. في عالم عندهم ذاكره سمعيه. تماما عندهم ذكرتك من الصوت. قلت له مين انت؟ قال انا فلان محمود. قلت له والله ذكرتك انه بسمان الحوراني كذا، وانا دخلت علمي رحت قلبي وفتحت السير. شو عم بتساوي هون؟ حكى لي قصه الزلمه. قال لي صار لك هون؟ والله يمكن شي 4 شهور 4 شهور ونص، يعني غير الخطيب. غير الخطيب. قال لي ما تحقق معك؟ قلت له والله اكلنا قتل وشبحنا وكذا والامور هي هالحكي اللي حكينا لكم اياه. قلت له بس ما بعرف يعني يا هلا ما يا هلا ضمن التحقيق يعتبر هيك على ماني ملاحظه وما استنتج، صار عندي خبره يعني صرنا مخضرمين. تسمع قصص كثير.
تماما. قلت له انت شو الوضع عندك؟ قال لي والله انا كمان كنت منشق وتسويه، وقال لي هون شغلتي اسبوع زمان. قلت له اذا طلعت من عندنا بس خبر لاهلي، قل لهم انه انا بالسياسيه بالفيحاء. وكانوا يحكوا كثير شباب انه في واسطات وكذا بالسياسيه بالفيحاء، مستحيل حدا يقدر يتوصل لجوا، مستحيل. ما بيعرفوا انك جوا، ما بيعرف، ما في سجلات. ما في واسطه بتقدر تفوتك لجوا. كان بالسياسيه بالفيحاء كان رستم غزالي مستلمه مثل ما بيقولوا، كان مشيه على القلم والورقه. يعني ما في كان نظام قديش قمعي. لسه رستم غزالي كان مخضرم مقدم بالاجرام، هو من مؤسسين الاجرام بسوريا. من مؤسسين الاجرام مؤسسين بسوريا، الاجرام بسوريا هو. فكان في مثلا كان عندنا نحن هون بحماه كان الامن العسكري، بالشام كانت الجويه، كل منطقه لها فرع. بالشام بالاضافه للافرع هي كان في السياسيه. يعني السياسيه كان لها صيت انه وقتها هي وقتها اماكنه. يعني كان الفيحاء وكان فرع الجبه، وفرع الجبه وما ادراك ما فرع الجبه كمان نفس الوساخه ونفس مستوى الاجرام ونفس العقليه ونفس الترتيبه كلياتها. كان معنا نحن هون شاب ثالث، فواحد من الشباب قال يا شباب انا هون حاسس من هون ل 10 ايام ما حدا رح يضل بالفرع. هون دخل علينا رمضان نحن. ايوه. شلون ما حدا حيضل فرح تطلعوا يعني؟ انه ما حدا رح يضل بهالمنفرده. متفائل. انه متفائل زي متفائل انه ما حدا رح يضل بالمنفرده ان شاء الله. طبعا كنا نحن برمضان، وطبعا نحن بهالفتره هي كان في انتخابات تجديد بيعه. تجديد بيعه ينباع بالعزم ان شاء فخطي الله. الشباب بالسجن هذيك الايام انه تساءلوا يا اخي في تجديد بيعه هلا او انتخابات، بركي بيطالع عفو عام بيشملنا بيشملنا وبنطالع بنطلع من هون وكذا. هيك صار الحكي وقتها انه يا شباب هلا خلص تجديد بيعه وانتخابات، واكيد الرئيس راح يطالع عفو ويطالعنا من هون يبيت السجون، وهيك كان الحكي. والسجين بيتعلق باشياء مثل ما بيقولوا. الغريب وبعدين الانسان الامل بضل يخلق امل، لو ما انه موجود بدك تخلق امل تتعلق فيه. ما بدي اقل عيشه لو لفسحته الامل. 100% يعني ما بدي اقل عيشه لو انا بدي فسحه امل اتعلق فيها 100%. بهالاثناء هي كان بقى العناصر يروحوا يجوا لعنا بالروح بالدم، بالروح بالدم، قولوا بالروح بالدم. يقولوا لك بالروح، بدك تقول بالروح بالدم غصب عنك. لك شلون بدي لك روح بالدم وانا قاعد باكل اكل عندكم؟ يخرب بيتكم العمى وسخكم. قهر شايف شوف على الاذلال. يعني انت انه انت عنا ومستعبدينك وعم نقتلك وعم نشبحك وعم نساوي فيك اللي بدنا اياه، وبدنا ننزل لك بهي الشغله اللي انتم طالعين عشانها. سبحان الله. الله وكيلك معلم، سبحان الله. وهو انت ما طلعت مظاهرات، ما بتوقعك تطلع يعني انت. لا نحكي انه متابعين عامين. ايه ابو احمد حتى ما عنده وقت، يعني كنا ساكنين سوا. ابو احمد انسان مجد لدرجه تخيل يأس بالدراسه. يا ابو الشباب زلمه مجد لابعد الحدود، يعني زلمه ما عنده شيء بالحياه غير الدراسه والنشاطات الثانويه تبعتنا. شو ما عندك نشاط ثانويه؟ بيشوف الاخبار قهوه دخان، يعني نظام حياه هيك. ايه بس انه الزلمه جدي يعني زي ما شاء الله عنه مجتهد لابعد الحدود، يعني ما عنده وقت. يعني بتذكر فتره مرت يعني يسربوا الشباب عدو ما يروحوا كذا، انت خلاص. لا انا ما بقول لك انه سبحان الله من هذيك الايام انه الامور لازم الواحد يكون شوي هيك منطقي او قد حاله 100%. يعني انا شلون صار من الياس صراحه. احد المرات كنا على العربيه او على الجزيره، طلع اردوغان قال سوف نبني مخيمات تنتهي للاجئين السوريين، ينتهي بنائها بعد 6 شهور. انها شغله طويله يعني. لانه كنا عم نقول على الاسبوع هذا وال10 ايام وكذا، ما بعرف شو طلعت هيك يا الله عم والله شغلتنا طويله اسفانها. لا ننسى الموضوع. باعوا البلد باللي فيه وثبتوا. هيك صارت عندي قناعه انا وقتها، مع انه كان حوالينا مثلا بعدين بعد الفتره الشباب الثوار بدوما وبداريه وهالمناطق هي يعني طحشه قويه. وقتها صارت كفه الثوره مالت كثير مالت. كافت. انا بتوقع كان لبشار الاسد هذيك الايام بالتقدير الشخصي ماله غير القصر الجمهوري تبعته وحي المهاجرين وابرمان وهالمناطق هي 100%. وحتى احد المرات وصلوا للقاعه بالميدان الشباب صح. رجعوهم بعدين عادت الكفه، دخلت روسيا دخلت ايران، صار اللي صار اللي صار كلياتنا بنعرفه. هون ما انا بقول لك نحن هذا الشاب انا ان شاء الله من هون ل 10 ايام شباب ما حدا رح يضل بالمنفرده. انا قلت له ان شاء الله سبحان الله. بالفعل اول ما طلع محمود دندشي وخبر اهلك. إيه بعد ما طلعت قالوا لي خبر لاهلي الزلمه، ما حكى لهم بس كلمتين محمود يوسف بالفيحاء وسكر. ما حكى غير هاي كلمتين. بعد 3 ايام من طلعت هذا الشاب طلع محمد عرفه الشاب اللي كان معي. مين ضل بالمنفرده هون؟ انا لحالك تماما. فهون اجتنا فرصه نحن بالمنفردات ما. فبيجي مثلا السجان بيفي طاقه صغيره بيفتحها. كم واحد انتم بالمنفرده؟ 3.
بيعطيك مثلا 9 زيتونات 3 خبزات اكل لثلاثه. اكل لثلاثه. انا هون صرت من اهل البيت يعني مش همدي لك انه يعني خلص حفظت اسلوبهم شو بده يساوي اخر شيء بدهم يشبحوني خلص عودنا على الشباب مو اكل. مو معكم. كم واحد عندكم بالمنفرده لما يجي السجان ما يطلع مين كم واحد جوا قل له 3 يعطينا كله 3 وهذا كله شغله فاضيه يعني اخر شيء انت لا 3 ما انك بتاخذها كل واحد. صحيح. احد المرات اللي عم بيوزع الاكل سجين فاللي عم بيوزعوا الاكل بهمهم يبقى لهم اكل اخر شيء زياده عن غيرهم. سخرة الاكل. سخنت الاكل تمام. اللي كم واحد انت جوات له 3 اللي صح لي لهم قلت له نايمين الشباب قال له للسجان قال له ما بيصح لرفقاته فلا كانه كان هيك صار يعني مستعجل او ما شاف ذاك قال له اعطيك الا 3 وبس. طيب شو اعطانا اكل؟ فهون بعد ما طلعوا الشباب ضل شيء اسبوع كمان لحالي. فاحد المرات فهون كان صار يمكن 5 شهور بدهم يطلعونا انه حطوا علينا مويه او يحممونا او ما شابه ذلك. فكانت هي اول مره بنطلع برات المنفرده نحن بحضور هدول اللي عم بيوزعوا اكل طلعنا وقفونا بالشمس دقيقتين رجعونا. هي بعد 5 شهور يعني. شافوك لحالك. شافوا يعني حتى معي قصة الشاب هذا اي راح اعطيك الاثنين ما راح اعطيك الثلاثة ماشي الحال. سخرة الاكل. شغلت لك هو سجين مثلك يا زلمه. تمام قال لي بس بدي اعطيك الاثنين اذا في زيادة بحط لك 3 بس اليوم ما معنا زيادة. لا ماشي صدقا صار هيك يشتغل معي. بعدين يا معلم رجع المسلسل طلبوني على التحقيق. تفضل على التحقيق. هون مين عم يحقق معي؟ رئيس فرع التحقيق اللي عندهم كمان اكبر راس. بعرف اسمه انا كان هو سياسي الحما هو الان يعني بيعرف الظاهريه وكازو حبه حبه وشخص شخص معرفة شخصية. في معه بيعرف كير علمهم كان. طلعت لعنده فنحن مو بالمنفرده فالله يذكر ريحتنا لا تطاق بس نحن ما شامين متعودين عليها. بس شلون بس لما طالع عندي ناس قال لي يخرب بيتك شو الريحه هاي؟ قلت له شو الريحه هاي؟ يعني صار لي 5 شهور. شو بنتوقع يعني مثلا باخذ واعطي شوي مع السجان ما بقول بحكم انه وصلنا زمان يعني وصار في شوي اخذ وعطى. طلعنا على المقدم على اساس كان المقدم يحقق معي لما فت لعنده ما قدر يتحمل الريحه. افتح الباب يا حيوان ما عم تتحمم ما كذا. قلت شو قاعد يعني تو قاعد ببيتي انا؟ زعلش انا من هالكلمه هاي. انا شو قاعد اذا انتوا عم قلت له شو قاعد ببيتي انا وما عم بتحمى؟ قال وجير كمان. قلت له هيك شلون يعني بس عم نحكيها فزاع. اروح على الشبح يلا هيك مباشره معنا. هي شو اسمه؟ هلا نحكي اسمه انا اخر شيء. من بيت ديب هو يعني. نزلنا معلم. هي الشبحه 9 ايام لا فقدت الوعي وعلى كل قتل. ليش؟ لان صار عندي مناعه على الشبح. انا بدي افقد الوعي جاي ينزلوه مشان ينزلوني وما عاد افقد الوعي بس هيك معلق. انك صرت تهدس فيه انك تفقد الوعي تماما بس تهدس بالشغله تنهزم منك. 9 ايام متواصلات هن دقت خلقنا اخر شيء. ورب العالمين الحمد لله مصبرني. ليش؟ عم لك انا ترسخت بذهني انه لا تترفل على مظاهره بس اعترف صرت مسلح صرت صيدنايه. هي كانت الترتيبه. فزع بطير الوجع. فزع بطير الوجع يعني مثل ما بيقولوا صبر ساعه وجع ساعه والاكل ساعه. وهنيك هسه جايك يعني جاينا لسه عمود احمر اكثر من هيك يعني كلياتنا بنعرف صيدنايه وقت كنا طلاب بنعرف يعني معروفه صيدنايه ما بدها اثنين يحكوا. نقطه 82 يحكوا لنا عليها يحكوا على تد المرأة وما شابه ذلك يعني اسلوب التعذيب تبعيتهم والنظام تبعيتهم يعني معروف ما في. والرعب حتى الطفل السوري هو بيخلق بيسمع هذا الرعب بيسمع هذا الرعب وهي حاكميننا بالرعب. المقولة المشوار الحيطان الى دانا ما تسترجي تحكي ولا اي كلمه يعني معروفه هي. هون معلم 9 ايام او 9 ايام على ما اعتقد ما يعني انا بعتقد يمكن فقدوا الامل او ما شابه ذلك. هلا بها 9 ايام فكوني مرتين يعني ما ياخذ مني شيء يعني ما عندي شيء احكيه. عرفت شلون؟ هو بده يوصلني اني انا شو اللي اخر شيء يتفاوض معي يترف لي على مظاهره واقول لك مني السيد الرئيس بعد ما استلم الرئاسه مطالع عفو عنكم ما بيأثر عليك. انا ما يطالع مظاهره. لو شلون بدي اعترف شغله انا ماني مساويها؟ ما يجي حشك ما اكبر راسك ما كذا ما كذا عياط وكفر ومسبات. هلا الدنيا رمضان معقوله تروح لصيامي عليك؟ هذا محقق يعني وصايم ما صايم اي على انه صايم هو من حلب لان قلبك عامر بالايمان تماما. قلت له ماني مساوي شيء مكبر راسي انا اكلنا اللي فيه النصيب. سبحان الله بعدين هيك رب العالمين دخل فيني يومين 3 فكوني من الشبح. رحت لعنده ضربني بهدلني سألني كم سؤال. رجعوا على المنفردة هيك تماما. قلت انا اصبح لها راحت له 5 شهور ثانيات.
لا هيئت نفسيتك لهالشيء. تهيأت تماما تلقائيا. فهن بالعاده بيحققوا معنا الصبح، واذا بدهم يسكروا لك الضبط المساء بتبصم على الضبط، بينادوا لك المساء مثلا مع المساء 9 المساء حسب جهه المحقق بالغربيه المسائيه. والله احد المرات يمكن بعد 3 ايام او 4 ايام فتحوا علي باب مساء، وينك تعال، قالوا جينا، والله طلعت. فالشباب كانوا موصيني انت بس بدك تبصم انتبه تحت انه في شو المحكمه المتحول عليها شلون. فهي شيء 13 14 صفحه بالضبط، ابصم ابصم ابصم. فانا بحط ايدي على الحبر، فاخر ورقه مشان بدي اقرا المحكمه بدي لكع. فلكع شو سويت؟ عملت حالي انه ما ضل الحبر على ايدي، فتحوا لي على الورقه، ضليت اقرا هيك لوصلت لمحكمه الارهاب. شفت محكمه الارهاب، حطيت ايدي بصمت عليها، هون ارتحت نفسيا. انه على عذرة. على عذراء. قلت هلا بقى بعد 5 شهور سنه ما عادي بشكل بس على عذرة مثل بعضها. اخر شيء بدي اتحول على عذراء. يا الله، يعني تخيلوا انتم عم تشوفون هلا انه واحد مبسوط بده يروح على سجن عذرة 100%. هذا انه هذا سجن الواقع. مدني، انه هذا بتقدر تنام فيه، في نظافة، في مقومات. في مقومات حياة، في أكل، في شرب، في نوم. يعني حتى لو بدك تنام على الأرض في بشر عم تشوفها، بتشوف أهلك، بتشوف. سبحان الله. بتحكي مع أهلك تليفون. بتحكي مع أهلك تليفون تماما 100%. سبحان الله، الحمد لله، نعمة كبيرة والله ألف نعمة، الحمد لله ألف نعمة. يعني سبحان الله ما حد، يعني ما كنت أتوقع إني في أمل إني يطلع، بس كنت أتوقع يتأخر أكثر من هيك. فهون يمكن كان صليبي السياسي يمكن 6 شهور أو 6 شهور ونص صراحة، مضبوط ما بتذكر. لما طلعت بصمت وارتحت. فأنا كنت بالمفردة، كل سجنتي بالمفردات. قلت محتمل هلا ياخذوني على الجماعيات وشوف عالم، غير وجهي شوف كذا. الحمد لله رب العالمين، 2-3 شي الساعة 9 الصبح فتحوا علي الباب. سجل محمود يوسف، قلنا له نعم. قال جيب اغراضك وتعال. جيب اغراضك. راح زهني على الجماعية. انا بدي ياخذني على الجماعية. بالجماعية في يعني في شوي هيك بتحس ضياع، انه في عالم عم بتشوفها، بتحتك بعالم، في عالم عم تفوت لعندك، تسمع صوت، تسمع صوت كذا. الامور هاي. قلت له والله ما معي اغراض. قال تعال. فكان لطيف صراحة، كان لطيف. شو بتشتغل انت؟ قلت له طالب جامعة. هذا صار لك متى؟ يمكن 6 ونص. قلت له ليش شو الوضع هلا؟ قال لي على القصر العدلي. يا محمد. لا ما هون المعلم شلون بدي لك، يعني ما بتعرف شو بدك تساوي. فرح ما بعد فرح. شو على القصر العدلي؟ يعني انت خلاص، انا الحمد لله الله خلص. انه حتشوف قاضي. لك راح انه طلعت، انت طلعت من الفروع كلها. الفروع كلها. والله ما هيك في شك. والله طلعوا لبرا، صفونا شي 10-15 واحد هيك، طلعوا لبرا ويجهزوا جنزير يعني. رحنا على الامانات، عم يسلموني الامانات، فما اعطوني غير الجوال. قلنا له للشاب في لابتوب؟ قلنا له في لابتوب. قال لا انت ما جبت معك لابتوب. قلت له لا جبت لابتوب ازوس لونه ابيض. قال كلمة لخبط رجعك لتحت. له هذاك ما ودي. مسامع. قلت له مسامع مسامع، لا جبت معي لابتوب لا جبت معي شيء. اعوذ بالله. طبعا الله ما لي خبر انا. ولا لا عم هلوس من كثر ما قال قلت له انا غلطان معك، ما جايب لابتوب، نسيانه يا اخي، يمكن نسيانه بالبيت. قال لي ها هيك بدي اياك يعني عليه. سبحان الله وكيلك. طالعونا بالباص الابيض هذا تبع القصر العدلي. ايه الله، باص وكرسي. شفت العالم عم تمشي بالطريق. لسه ما شايفين العالم، بس شلون انه ما مطمشين مكلبشين. يعني شلون في هيك جنزير بها جنزير برجينا كلياتنا مع بعض، وهي البيضة كلبشه، مو الكلبشه، الشواطه بنحطها نحن لشغله بالسياره، عطلت لها شغله عامله كذا، والله شواطه تربيط بيضه هيك. تماما. ركبونا. والله هون انا بدخن، فهون كان صار شي 6 شهور او 6 شهور ونص لحد هسه ماني بدخن، لا شربان قهوه ولا شربان قهوه ولا كذا. يعني هالمقومات الحياه هي كلياتها. وشو بدي لك، نتيجه الضغط النفسي ما يخطر على بالي لا دخان ولا غيره. لانه دخان. فهدول صاروا شغلات رفاهيه. يعني انت مثلا شو الشغله المطلوبه للجسم؟ الاكل والشرب. فانا هدول ناقصات عني، شلون بدي افكر بشغله اعلى منها؟ صح، احتياجاتك الاساسيه. احتياجات الاساسيه، فما يخطر ببالي لا الدخان ولا القهوه، مع انه انا شره بالدخان وشره بالقهوه. والله العظيم كنا سوا استغرب. انا معي الضغط، استغرب ابو احمد القهوه، كميه القهوه اللي بيشربها كيف قلبه يتحمل ضغطها. تماما 100%. يعني انه شره انت مدمن قهوه. سبحان الله. بعد ما طلعت من السجن خففت. شوف القهوه يا ابني صار فيها. لا تستنى القهوه. لا تأذيله نفسيته بهالسوالف السمع. خليه مشان بكره يحمد الله ليل نهار يشتغلوا، انه ما ترجع البلد مثل بلدنا. طبعا 100%. هلا انا يعني شو ما كان عندك مصلحه كله يتوظف بالدوله، كلياته يروح على الدوله
لانه اللي بالدوله بيحمي الشعب. بيحمي الشعب طبعا 100%. وانا لو نحن لو راح فاتنا القطار، نحن فاتنا القطار بهالمواضيع هي، بس بشجع الشباب يتطوعوا بالامن او بالجيش 100%. الشباب ما تعملوا، لان مثل اللي كان قبل حافظ اسد عملوا لما معه لقاء احمد منصور، شالوه لانه عمل كوتا انه ما بده العلويه يفوتوا على الجيش. قال له صار وقتها حافظ صلاح جديد وحافظ الاسد وكذا، صاروا يدخلوا بس جماعتهم، بطلوا يدخلوا السنه على الجيش. هي فترة وقتها أمين الحافظ صلاح جديد وحافظ أسد والعقيد وهيب أو ما شابه ذلك. هلا في وثائق كتير لهالمرحلة هي، هن صرحوا ضباط السنة الكبار 100% حطوا بدالهم علوية، حطوا بدالهم العلوية، وبعدين صاروا ينسبوا جماعتهم ويبعدونا لنا. وكان في سبب لهالشيء هذا، لهيك بنحكي فيه مداخلة بسيطة، لأن احنا كلياتنا صرنا أنا برأيي هلا التاريخ أساسي بمرحلتنا هي 100%. احنا التاريخ ما لازم ننسى، ما لازم ننسى. الجيل الجديد واللي بعده نحن يقرأ التاريخ من سيدنا أبي بكر، من سيدنا محمد، السيرة النبوية لتاريخ اليوم. حتى إذا فينا يقرأ التاريخ من آدم، من وقت آدم نزل ليعرف طبيعة النفس البشرية تماما، ليشوف هابيل وقابيل كيف كمان الشهوانية البشرية، إنه كرمال جازي وما جازي قتل أخوه، ليطلع هيك لإدريس لوقت أول جماعة قابيل شو صاروا، يعني يقرأ حتى نوح مشان يجي لفكرة حزب الله وحزب الشيطان. فينا نحن دائما على مر التاريخ عندنا حزب الله وحزب الشيطان، في شوف الصراع بين الطرفين والخير والشر، الخير والشر بمسميات مختلفة على التاريخ. وقناعتي الشخصية التاريخ كل فترة عم بيتكرر بحذافيره 100%. فهيك نحن ما بدنا أبنائنا، هذا ضاع عمرنا هلا مثلا أنا ولا أبو أحمد لكل الشباب، شو ضل عندنا أمل كبير برب العالمين، بس نحن ما عدنا فاعلين. يعني شفنا الشباب اللي اجوا ما شاء الله، المجاهدين والثوار كلهم بالعشرينات 22 بالعشرينات تماما. هذول هذا الجيل بيفتح لك نفسك، هذا اللي ربي بالمخيمات، هذا اللي ربي بالثوره، هذا تربايه الثوره 100%. فهذا الزلمه عنده امكانيه قوي جدا ما شاء الله، خيره بظهره مثل ما بيقولوا، خيره بظهره 100%. يعني في عندهم قابليه للحياه مونه اكثر منا، مونه وتقلب اكثر منا، لسه في روح، في نفس، يقدر يقاوم اكثر. نحن اللي وصلنا له بشار من حاله يأس كسرت كل جوانب حياتنا. نحن لكن تسمع مثلا بيقول لك شاب عمره 60، زلمه عمره 60 سنه 65 ضايق اخلاقه وما بيتحمل حدا، هيك كنا نسمع لما هنا طلع انت الله شو بس يعني شو اذا ليش عم بدي اخلاقك؟ صحيح. فنحن صرنا بهالمرحله هي ونحن شباب 100%. عرفت شو انت وصلت لمرحله انه طاقتك استنفذت، جيل التسعينات ما انك قدران تتحمل حدا يعني. صح. عرفت شلون؟ فلاحظ جيلنا نحن بشكل عام 90% منه ناجح الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. وبنفس الوقت عانى، يعني صارت مشاكل كثير نحن. اي والله انخرطنا بالازمه بحذافيرها الحمد لله. فنصيحتي انا الاساسيه للشعب او للشباب بشكل عام يقرا التاريخ 100%. ما بقول لك انا اللي شافه التاريخ عم بيتكرر بحذافيره 100%. في تفاصيل كثير دقيقه عم ترجع بالتاريخ وعم تتكرر. من نهارين حكيت فيديو انه شوفوا العملاء مصيرهم وين، لا جايين على اسرائيل، عم يشدوا ظهرهم باسرائيل، او اللي عم يشد ظهره بكذا وكذا، بالنتيجه ما راح ولا حدا يعني ياخذك انت، بالنهايه عنده مجرد اجير بس، مجرد مقايضات وبيع، بيجي صفقه اكبر بكبك. امبارح شباب مثل ما صار بشو اسمه بالكراد بالافغان، جيش لحد بجنوب لبنان. وصلنا على القصر العدلي. فبالقصر العدلي خلاص صرت انت هون مدني تقريبا. فتنا في النظاره شلون تنزل انه بتحس حالك يعني احترام للشباب كلياتها، بس الحشاش الحرامي ما بعرف شو يعني انه انا بالاصل هذا المواد جايبيننا نحن حاطينها مع الحراميه والسرسريه حسيت ازينا الموضوع كان مؤذي نوعا ما، بس مع هيك يعني مرتاحين مكيفين ونفس الوقت حتى هن يعني نخوات معلم هن شافونا جينا شو ناقصكم الحمد لله، شوفوك جاي من الفرع بيدللوك شو ناقصكم هي هلا بيجيبوا لكم اكل وشرب، نحن ما بدنا ناكل نشرب، نحن شبعانين، هلا انتم كلوا واشربوا بالفعل اجى الاكل حطوا لنا اياه. نخوه كثير نخوه الشعب السوري سبحان الله فيها الشغله يعني شو من كان رغم الجريمه اللي مساويه رغم كذا، شوفك جاي من الفرع بده بيلتهف عليك عرفان المأساة اللي انت طالع منها تماما، يعني كله سجين هو بالنتيجه بس انه حالتك بتبكي الشيطان 100% فبيأثرك على الاكل والشرب وكل شيء، معه دخان بيعطيك صدقا. جابوا لنا اجت مجدره وشوربه باكلوا يا شباب انتم جوعانين، المهم اكل كثير كان وقت الوصل عندي صراحه يعني ما شاء الله عن جد شيء حلو كثير.
فنحن الجاي من الفيحاء ما أنا مستوعب إنه عم ياكل. عم ناكل بلع. الله وكيلك. شراهه مو طبيعيه. شراهه مو طبيعي يا شباب، كل شيء بالقصر هذا بيتفرج علينا. كيف عم تاكلوا؟ تمام. سبحان الله. هذا سوى لنا خلق تقلبات انه هذا بيضحك بس هو مبكي جدا مبكي. الله ما بقول لك كل شيء بالقصر هذا بيتفرج علينا. كيف عم تاكلوا؟ كيف عم تاكلوا؟ شو هالكميه هي اللي اكلتوها؟ بس طولوا بالكم شوي، هلا بتستفرغوا ولا بيوجعكم راسكم؟ لا نحن مثل بعض. لك بدنا ناكل. وبالفعل ما صار مسألة كلياتنا كنا مستفرغين. على سيرة الدخان والله اجى واحد من الشباب، يا شباب مين بدخن؟ قلت له والله انا كنت بدخن. بس جاب علي بطل، قلت له لك اعطيني السيجارة. والله ضيفني شرق، تذكر الشرق دخيل والله كانت معطيبة. سبحان الله. جسمك نظيف ما في شيء نيكوتين. يمكن ضليتها كل شوي دخن منها شوي، كل شوي دخن منها شوي. ضليتها بدخن فيها شي ساعتين زمان. بعدين تاني نهار رحنا على عذراء. بعذراء شلون بدي لك يعني كمان صرت. حطوك بالامانات بعذراء ولا فورا فرزوك على شو اسمه؟ لا دغري فرزونا دغري. جيت بالجناح السابع او السابع يمكن، والله كان اسمه الجناح السلب بالعنف، والله ما اتذكر سادس او سابع. فهلا بعذراء حرام يعني، فاتوا حممونا انه فوتوا تحمموا معكم 5 دقائق، ما في قتل طبعا. لا عذراء ما في خلص ما في صار شيء. وحلاقه وكل شيء. حلقونا وعلى الصفر وصورونا ولبسنا الجزائيه واعطوك هويه. اعطونا هويه بقى، وبدك تخبر لاهلك. شو كانت تهمتك؟ تمويل معلومات، تخابر مع مسلحين، شو كمان في كان شغله منهم، استصدار اوراق غير شرعيه. اللهم صل على سيدنا محمد. انا بتذكر الاساسي كان تمويل معلومات. تمويل معلومات انه ما تمويل مال، تمويل معلومات انه انت مثلا حكيت مع مسلح لما سوار بتعطيهم معلومات، بتحكي مع رفيقك، عم تحكي مع هذا. استصدار اوراق غير رسميه مثلا، انه انا كان في عندي صوره هويه على الجوال. يعني هيك من هالشغلات هي يعني شيء. انا ما قريت انا طلعت ما قريت التحقيق تبعتي بالضبط. يعني ما بتقرا. اللهم صل على سيدنا محمد. بعذراء والله الشباب هنيك كمان مثل ما تفضلت كله يستقبلنا اهلا وسهلا تفضلوا. بيطلع لك كلياتهم مثلك بعذراء اخر شيء. يعني انت بجناح اسمه جناح السلب بالعنف، ما في 5 تهمتهم السلب بالعنف، الباقي كلياته ثوره. يعني بالغرفه نحن 105 اشخاص. يعني فتت مثلا انا اخر واحد فتت كان صار رقم 105. من ال 105 في 5 أو 6 سلب بالعنف جنائيه محكمته انه هو عم مرتكب الجريمه. وهدول مسجونين قبل الثوره. واحد منهم من دوما كان صار له 20 سنه، وواحد من شو اسمه الجليمه من الغاب، وواحد من حفير الفوقه او تحتها، وفي شابين 3 ترى نسيان مناطقهم هيك من حوالينا. هدول سلب بالعنف. الباقي كلياتهم انت ارهاب 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 ارهاب، كلياتنا ارهاب يعني. بس في شغله مفارقه انا ما قلت لك اياها ضمن الفيديو. بالفتره اللي انسجننا نحن فيها كان في عندنا اغتيال بوطي. الفتره اللي انسجننا فيها اغتيال بوطي كان الله يرحمه. طبعا إيش؟ الله يرحمه. انا بغض النظر عن المناورات تمام المناورات الصايره هلا حاليا على الفيس بين مؤيد ومعارض لهالموضوع هذا. نحن اخر شيء هيك شغلات لرب العالمين. 100% ما قالوا لرب العالمين يعني. وبنفس الوقت لا راح يقدم ولا راح ياخر، بالعكس كل شيء بشق صف الامه ما عندنا مصلحه فيه. تماما 100% بدنا نحن بالعكس هذا بظن الذيول والفلول تبع الاسد هن اللي بيزقوا هالفتنه هاي. تماما 100% يعني في كثير اي شيء مختلف عليه بلا تتغذى يعني ضمن مثلا اهل السنه والجماعه. في تيارات كثير عم يغزوا وما لازم تتغذى هلا، ولازم نتجاوز عنها. في فرقه اسرائيليه شغلتها الشارع. تمام. فلازم نحن نكون واعيين لهالموضوع هذا. فمعلم من ضمن اغتيال البوطي احكيك على مستوى التخلف تبعيتهم او الرجعيه تبعيتهم او مستوى الانحطاط تبعيتهم. انا التقيت بالفروع وبهالفتره هي او بالسجن باشخاص كثير بحكي من تنقلي بين المنفردات وبين الجماعيات والتقائي مع الشباب. اكثر من 150 شخص 200 شخص يعني تهمه اغتيال بوطي على مستوى فرع واحد. يا زلمه ايه اكثر من 200 شخص انت تهمتك اغتيال بوطي على مستوى الفرع السياسيه، فما بالك بباقي الافرع. فانت شو يعني بيساوي الجريمه عم يساوي الجريمه وعرفان مين مساويه وعم يلبسها للاشخاص الموجودين. وما هيك يعني انت هلا يعني جريمه معقوله صار 1000 واحد مشترك فيها ونحن كلياتنا شفناها على الفيديو ما فيها 2 3 الشغله كلياتها العمليه. وما في حدا بمنطقه ما في حدا دبانه تمرق. الدبانه ما بتمر بالمنطقه هذيك يعني كلياتنا كنا بالشام بنعرف شو الوضع. انه بس معقوله يعني ما عاد عندك قضيه غير هالقضيه هي تبصر للعالم، ولا انتم هالقاضي اللي عم يقرا هي اللي عم تقولوا انه في قاضي؟ لا ما انه شايف هالشغله هي والله انه كلكم جايين. هو الهدف هو الاساسي ذل العالم. تمام انزل للعالم. تفضل. انه ما هدفهم لا انه بدهم الحقيقه ولا بهمهم الحقيقه.
لا هي شلون بتطلع ابو عبيده انه معقوله اليس فيكم رجل رشيد؟ انه هالقضاة اللي عم بتمر عليها المساجين يا هاي زلمه لو فيهم رجل رشيد بيساوي هيك بالبلد؟ ما بصير، لا والله. من لو ما فيهم بصير. رجل رشيد اجى عاطف نجيب ابنها الحرام روح خذ بنص درعه. وخلص من هالشغله. خلصنا الشغله. وخلص بصير بطل قومي عند بصير الشباب. بطل قومي عند الشعب يا اخي وخلاص من القصه. بس الله سبحانه وتعالى الدول لها اعمار مثل البشر. تماما. كله سبب. كله سبب كانت هي كل القشه التي قسمت ظهر البعير. قسم الظهر البعير. فهي كان اهل المواقف، الموقف الثاني مثلا جسر الظاهريه هم بحماه، كل شيء شفته بالسجن انا اتهمته جسر الظاهريه. كل شيء من حماه مباشره هي التهمه. تماما. كل شيء من حماه تهمته هي التهمه فورا تلزقه. يعني في صفاقه سياسيه وصفاقه امنيه صفاقه الظلم. وهلا بيحكوا هلا مثلا هلا بوقت الحالي عم يتهموا انه يا اخي الدوله الجديده وكذا وانه الامن العام عد المرصد السوري لحقوق الانسان، كل الحالات الفرديه صارت تعد على الاصابع. فرق كبير بين هي الحالات الفرديه بين شيء ممنهج. والحالات الفرديه احد الحالات كلها عم بتصير طار بين اثنين، فلان مقتول اخوه، قاتله فلان، عم بيجي اخوه عم بيروح بياخذ بطاره، الامن العام ما له علاقه فيها 100%. الحالات الفرديه يمكن ما تتجاوز 5 أو 6 حالات، اما باقي الحالات هن ضمنهم عم يصفوا بعضهم. ترى بالاضافه انه في زيول عم بيحاولوا يرموا هالفتنه، يعني شفت امبارح شيء هون شيء هون شيء هون شيء هون شيء هون بشكل ممنهج كانت. بدهم ييأسوا الشعب، يعطوا للشعب احباط من الدوله. احباط من الدوله، هن ترى حاولوا، ترى انا بهال3 اشهر بشوف لهم كان محاولات كلها فشلت. سبحان الله. يعني انا عندي ثقه كثير بالدوله السوريه، عم بيتصرفوا بحكمه شديده، هلا تصرفاتهم يمكن ما بتعجب حدا بس متابع الوضع السياسي لا عم يشتغلوا صح. مو صح، قمه الصح بالعكس. يعني طلع انه توفيق من الله، محتوين العالم كلياته ومتوفقين، في توفيق من رب في توفيق من رب العالمين. يعني اللي عم بتشوف الدوله عم مثلا انت بالدوله عم بيشوف هذا قاتل اخوه عم يحتويه اللي ضمن الدوله. عرفت شلون؟ لانه هلا قال لك القائد انه برقبتي وخلاص وهدا هدي ما عاد فينا. تماما، والحمد لله ما صار عندنا شيء، يعني اخر شيء انه تجي دوله تحررت من ظلم 14 سنه بفتره الثوره وقبلها 50 سنه 50 سنه بحكم البعث، يعني انا بطلع لا ما صار شيء، كلها حالات بسيطه بس هلا دول ثانيه السنه اللي حتى قدروا يطلعوا بالليل. السنه حتى يقدروا ما بقول لك بغداد ضلوا 3 اشهر الامريكان منتشرين فيها ويلا يقدروا يطلعوا. 100% يعني سبحان الله. بيقول لك روسيا كان فيصل قاسم مره منزله انه للتسعينات ولسه مافيات واشهر محسوبيات وكذا بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، يعني ما انه والله بليله وضحاها صار يطلعوا 100%. الحمد لله نحن كلياتنا متجاوزينها. بعدها حياه نظاميه بعدها، بس بقى شو المواقف المضحكه بعدها؟ ضل شهر ما شيء غير اكل. طبيعتي انا بالحياه العاديه يعني وجبه وجبتين بالنهار، رغيفين 3 الحد الاعظم يعني مثل ما بتقول، يمكن اكثر من رغيفين بالنهار بعدها وهل من مزيد. يا إذا فتحت نفسك على الآخر وهل من مزيد يعني. ما عاد همك غير تاكل. تماما 100%، انه اكل شيء خارج حدود العقل وحس حالي لسنه اصلا. سبحان الله. يمكن ضليت على حالي شي شهر. الفروع اكلت معك سنه قديش اكلت معك الفروع تقريبا بين 6 اشهر ونص. 6 اشهر ونص تماما هيك بيدور هذا. بس هيك استهلك كل طاقه كل مدخرات الجسم مدى الحياه. ما ضل عندك مدخرات عمليه، ما ضل عندك مدخرات يعني صدمه نفسيه هي. لا انا بعد السجن مرحله فارقه بحياتي، لان دائما بحكي قبل السجن او بعد السجن. ايوه. يعني شلون قبل السجن كنا كذا، بعد السجن صرنا كذا، لا فيها مثلا الشخص بيكون مر عليه كثير مراحل بحياته، في انقلاب جذري بالحياه. تمام. احيانا مثلا قبل التخرج، بعد التخرج، قبل ما اتجوز، بعد ما اتجوز. بالنسبه لي انا قبل السجن وبعد السجن يعني هيك حياتك تماما. إيه هلا بعد السجن اختلفت نفسيتي 180 درجه، يعني كنت مثل ما بقول منفتح اكثر، عندي طاقه اكثر. لا بعد السجن كثير نفسيتك نفسيتي مثل ما بقولوا تعبت، يعني ما عندي في تقبل لشيء، انا صرت هيك رضيان بالامر الواقع وخلاص. هذا مشي ايام تماما 100%. خصوصا انه يعني طلعت من السجن مثلا، ضلينا بعد 9 شهور نطلع بالله، يعني كانت احد الشغلات انه بس فتنا انا شغلتي على اساس قضيتي بالبناء على المحامي اللي كان موكل، انه شغلتي انا 4-5 شهور بعدها وبطلعوا يعني خالصين ما لازم يضل في شيء. رحنا على القاضي الرابع يمكن بتذكر وقتها جيت عنده، فالشباب بعدها قال لما تروح على القاضي قلت له يا سيدي ظلم، وكنا بالفروع بتعرف انت الفروع وكذا وهذا امور غي بيعطيك ترك وبتروح على الدار. فكمان لسوء حظي ضليت 3 شهور لاجل طلبوني حتى على المحكمه. صارت محكمتك عليهم ضغط كبير، عليهم ضغط يعني ضغط كل الشعب بالسجن. كل الشعب بالسجن. لما نزلنا لعنده والله انا ببغى احفظ هالكلمتين،
يا سيدي كنا بالفرع وقتلونا وضربونا وعذبونا، قال ايه خلاص كلياتكم وظيفتكم عندي تكون نفس الحكي هذا. هيك هيك طلع هيك علي موقف روح، ما حكى ما زاد عليهم يا زلمه، ابدا، ولا زاد عليهم كلمه. ولا سالك شيء ولا؟ ولا لا ابدا. ولا سالني شيء يعني. سبحان الله. يعني انا حكيته بدون ما يسالني، بس رد علي انه كلكم تحكوا الحكي هذا، روح موقف خلص. كنت سبحان الله نصيبك. نصيبي تمام 100%. طلعت يمكن فبعذرة اول شهرين ثلاثه انه ما بقول لك عم تسترجع الشيء اللي كان المفروض منك. بعدين تأقلمنا بعذرة، صار بدي خلالنا شوي، فصرنا 9 شهور صرت هيك انت يعني من قديمين. من اهل البيت بالجناح. فكان صار رقمي 57. هون انا في اول 40 اسم بيطلع لهم تخوته، وفوق ال 50 بين ال 50 لل 55 بين ال 45 يمكن لل 55 او 40 لل 55 بين تخوتين بيطلع لك الفراغ بين التختين. فانا هون كان رقمي يمكن 56، يعني في اسم قدامي بيطلع باخذ فراغ. باخذ فراغ. إيه سبحان الله، الحمد لله رب العالمين. يعني طلع الشاب وطلعت انا وياه. بس شو كان لسوء حظي كمان هون احد الشغلات، يعني ليش بقول لك انا طلعت من السجن كثير هيك. واحد من الشباب قال ترى عميل طلب استعلام لا يكون مطلوب لفرع ثاني. لا هذا شو يا سلام، انا ما بدي اعمل الاستعلام يا اخي، ماني مطلوب خلاص. ليش انكش على حالي؟ ليش انكش على حالي؟ بالاصل انا جاي من الشارع. ضلوا وراي. اخذ واحد من الشباب الله يذكرهم الخير من داري، قال لي ارواح عميل طلب استعلام وتوكل على الله. هي صارت شلون شغله روتينيه بالسجن انك تعمل طلب استعلام، عرفت وين النقطه؟ والله اجت النتيجه مطلوب لسياسيه حمص. يا سلام. العمى اصلا وجنزير وبهدله. هون صار انا يدرد مخي، فما عاد تحمست للطلعه بالمره، صرت اكل هم الطلعه. وطبعا في محامي موكل بالقضيه وعم بيشتغل فيها الله يذكره بالخير، قال لي خلاص صرت اكل هم. بس اجى اخلاء سبيلك بتروح على الجنائيه على بعض مصلى وهنيك بنحل لك مشكلتك. قلت له ان شاء الله، انا ما عندي ثقه كان. والله رب العالمين اجى التقدير، اجى اخلاء سبيلي يمكن بالشهر الخامس او الشهر السادس، والله ما اتذكر بالضبط. لما اجى اخلاء سبيلي والله كنا انا وجماعه بسام جراد يمكن اسمه، نعمة الظهريه، ما بعرف اذا متوفي او عايش. والله بصموا لي ختموا لي ختم هون ختم هون انه مطلوب لفرع ثاني، هو ختموا له هون ختموا له. قلت له انت لوين؟ قال لي على الجويه. قال لي انت لوين؟ قلت له والله كانه على الجنائيه على باب مصلى. والله بجنائيه باب مصلى صراحه كان في شباب يستناني الله يذكره بالخير، مقدم الزلمه جدا جدا محترم كان. والله وصلنا على الفرع استقبلني، بعتني على المهجع على شباب لحد يحكي معه يعني لا حد يضربه ولا حد كذا. هي بالاداره العامه باب مصلى. هي الاداره العامه. الاداره العامه باب مصلى. نزلت تحت ولا فوق؟ لا تحت. تحت. اول نهار قعدني عنده شوي هيك كانه هو نوبته يوم اي يوم، لان ضليت بالجنائيه شيء 9 ايام. اول يومين لما كان هو موجود كنت ضل قاعد عنده، يضيفونا قهوه يضيفونا دخان كذا الامور هاي. بعدين كأنه خلصت نوبته وما شابه ذلك نزلوا وياه تحت. طبعا وانا نازل تحت سالني واحد شو تهمتك. انا ما بدي طالع هيك، الله شو بدي له يعني اكذب عليه اشرف شيء الارهاب. قلت له حرامي مثلا ولا قلت له كذا ولا قلت له ارهاب، يعني انا تهمتي ارهاب وما بيشرفني احكي ولا تهمه ثانيه غيرها. يعني بالنسبه لي شرف هي التهمه. شو تهمتك؟ قلت له ارهاب. اوف دش علي هسه ما خلصنا من سبحانك يا رب، حقيرين يا زلمه. حقيرين عليهم لعنه الله. قعدنا بالجنائيه يمكن 9 ايام، الحمد لله حلوا لي المشكله. رحنا على القصر العدلي، فهون اهلي مضيعيني وما عاد يعرفوا يعني. هلا المحامي عم بيقول له ان شاء الله بالجنائيه بيطلع من الجنائيه، بس ما عرفانين ايمت. روتين تماما. وصل على القصر العدلي، كمان كان النائب العام او المدعي العام والله ما اتذكر شو شغلته، كمان فتنا لعنده كمان بهدلك. لك يعني انه انت قاعد عندهم 1.5 سنة ومسجون ومتعذب وشو بدي اقول لك، ومنضام جميع انواع الضيم، وهو بيعرفه، هو بيعرف عز اليقين المظلوم انك مظلوم وما عليك شيء، ومع هيك ببهدلك. هو هيك وظيفته وظيفته هن حاطينه بهالمحل مشان يبهدلك يبهدل الناس. والله اعطاني هيك قال ترك، وما اعطاني ترك، لا انا كان ضل علي محاكم بعدين، بس الحمد لله سبحان رب العالمين لا استدعوني، طلبوني مرتين ما رحت. طبيعتي انا بشكل عام كنت بعد عن الحواجز والشغلات هي. كنت مطلوب على الجيش حتى وضليت بالطيارة. تمام مطلوب على الجيش
كان مثل قلت لك هي الشغله بس الحمد لله كنت محتفظ فيها لحالي يعني ما كنت اقول لحدا، حتى اهلي ما كانوا بيعرفوا النقطه هي، هذا من جديد صرت احكيها انه بعرف انا سبب يعني المحاكم. وجاني تبليغها مرتين والمرتين اتجاهلوا. ايوه. ما رحت على المحكمة. ما رحت لا اتجاهل. واجا من الدوله سال عني، واجت السياسي سالت عني، واجا يمكن الامن العسكري كمان سال عني. بس هو بعد ما طلعت يعني وصلنا نشتغل كذا صرنا نعرف شو دواهم. بدهم مصاري. بده مصاري، تعطيه مصاري تقول له خل عني يعني في مرات. ونيمة. نيمة انا بال 2021 صار عندي عقده يعني بالمكتب، واحد رايح واحد جاي. انجلقوا. انجلقوا صار وينك استاذ بدنا اياك؟ يعني شو بدكم مني يا الله؟ يعني خلص في الورشات اللي عم نشتغل عم نعطيكم عليها، بتعرفوني وين عم بروح وين عم بيجي. بتعرفوا عندكم كل روتيني. كيف روتيني عندكم؟ شو بيطلع لنا اليوم معك؟ شو بدك؟ 20 25 30 50 تعطيهم وبضل ماشي، ما بدك هي اخر فتره يعني هيك الروتين. بعدين سبحان الله شوي شوي صاروا ينسونا. نحن لل 2024 او 24 ما حدا جاي يمي بال 2024. بس قبل ما يسقط النظام بشهرين بحماس صار في تدقيق كثير، تعرضت للموقف كذا مره، كان الله ينفذني الحمد لله رب العالمين. بعدين قبل ما يسقط بشهرين قعدت ما عاد شو اسمه. خالصين، قلت له ما بدي ارجع عيد الكره نفسها شو ما كانت النتائج. وشو دخلهم في جيش كمان في عندك؟ في عندي جيش وسبحان الله انت شوف لما بيجيك اللطف الالهي. انا انتصب علي من فتره يعني بال 2020 يمكن او 2021 كنا عم نحاول ندفع لنهزم الجيش بطريقه. عرفت شلون؟ دفعت هذيك الايام $6000 ما مشي حال. انه بال 2020 2021 عشان تعمل خدمات ثابته. تماما هالنمطيه هي ما مشي الحال، انتصبت علينا المصاري وما مشي الحال ندفع البدل. فهون خلاص انا سكرت بوجهي يعني ما ضل عندك حل ثاني. ما ضل عندي حل ثاني. صرنا نحاول نمشي ومسلمين لرب العالمين. بس ما بقول لك اخر شهرين قبل ما يسقط النظام لا هون انا كثير تعقدت الامور. قعدت بالبيت صار. هلا بعد ما صارت نظام كيف معنوياتك؟ كيف همتك؟ كيف كذا؟ كل شيء احسن. يعني هذا صاير مثلا بقول لك الوضع الاقتصادي سيء، ما في حركه، ما في شغل. بس ما له علاقه سقوط نظام يا شباب، وضعه الاقتصادي سيء من يعني ما معه عصا. لك ما معه عصا سحريه الشباب، بالعكس. يعني الشباب هلا بكره ان شاء الله بدي اعمل فيديو مع ابو لؤي سعر المواد الغذائيه شلون كانت قبل السقوط شلون هلا. لا ابو عبيده هن الشباب ما بيستوعبوا فكره انه نحن الشعب السوري شعب بناء 100%. شعب شغيل. بال 2021 صار حركه بسوريا شغله غريبه. صحيح. على مستوى مصلحتي انا مهندس، على مستوى البناء صحيح. سواء كان بناء او سواء عقار وشغل، يعني مو شغل شركات او كذا، لا شغل اهالي، اشخاص، شغل اهالي وشغل اشخاص. كان حركه ممتازه جدا، بس مو الدوله اللي دعمتها ولا النظام اللي دعمها. بالعكس النظام ياخذ عليها براطيل. تماما بالعكس، النظام لما شاف هي الحركه صار اجهضها، صار اجهض تماما. صار شيء طالع البيوع العقاريه الدولار من 4 ل 8 ل 15 الدولار شيء صار يجرم الدولار، صار يلاحق جماعه الدولار كثير، صار يلاحق هزموا كلهم، صار بالسجن كلهم 100%. يعني هو اجهض الحركه العمرانيه هي، وهو بالاصل ما تدخل فيها. يعني ما هو كان وما بده اياها، ما بده. وانا هلا قناعتي انه بس الدولار يثبت شوي، يعني بس مثلا انه انا عندي طريق معين للدولار يمشي عليه التاجر او المصنع او الرأس هو لا هو صاحب المال جبان. صار ما عم يصير اخبار قلاقل وكذا، صاحب المال جبان. يعني اللي معه مصاري كتير بيضل متمسك فيها. انا هدول ماني متامل منهم كثير صراحه، هدول مثل ما بسموهم الراسماليه الكبيره. لا انا مثل ما قلنا الطبقه المتوسطه. الطبقه المتوسطه هي طمعه اهل البلد وهي اللي بتحرك البلد. انا هي قناعتي الشخصيه. انا بقول ان شاء الله مضطر كل واحد بده رجع على بيته، بده يظبط بيته، بده يحرك العالم كله بتحرك البلد. اما الطبقه الراسماليه او البرجوازيه ما بعرف شو بيسموها، انا ما كثير، هي كثير لها حساباتها ولها كثير. حتى هلا في طبقه التجار عم تعمل مقاومه. التجار تبع النظام اللي كانوا ماشيين البلد ايام النظام هدول هلا عاملين مقاومه وعاملين خنزره. تماما. عم يلعبوا بالسوق السوداء. ليش لا يشتغلوا او هي بس عم يعملوا بالسوق السوداء الدولار عم تفرق 10% 20% بالاسبوع. فاربح لهم ما يتاجروا هن كامشين السوق. يعني لان ما بنحمل الحكومه فوق طاقتها. هلا الوضع الحالي ما نحن بس مطلوب منا وعي شوي يعني، ونخفف شويه لبكه على الحكومه، انه نحن كلنا عارفين شو عم بيصير هلا بالسوق 100%. مين اللي عم يشتغل بالسوق، مين عم يحرك بالسوق، الدوله شلون عم بتحاول تجهضهم يعني. بس لسه في طبقه اقتصاديه متحكمه يعني 100%. وهي لسه لها تاثير، وان شاء الله بتنتصر عليها الدوله، نحن بننتصر عليها ان شاء الله. بس ما بقول لك انا طمعتي، انا متفائل هلا بعد سقوط النظام. طبعا كثير. انا قلت لك اياها ببدايه الحلقه انه نحن قبل كنا صابرين غصب عنا، بس هلا انت صابر في نتيجه بعدين. يعني زي ما انت يا اخي نحن لساتنا شباب ان شاء الله رح نقطف نتائجها، بس في اولادك كمان رح تقطف نتائجها. طيب هذا الذل والهوان راح الذل والهوان والخوف والكذا والشغلات هي والمحسوبيه، واذا بدك تحكي كلمتين بدك تخاف. يعني انا قبل ما انسجن كنت ناشط كثير على الفيس. بعد ما طلعت من السجن يمكن اياك كنت نزل منشور بالسنه مره.
الداء المغراي فاهم شو الحكايه. تماما 100% يعني انه حتى على مستوى فيسبوك بعد السجين نزل من شو. سبحانك يا رب. يعني تفاصيل مثلا فوتتنا وطلعتنا على السجن، مين ما يسالني عنها طنش الحديث، ضيع السيره كذا، ما غير السيره. غير السيره تماما 100%. ولا احب حدا يعرفني اني كنت مسجون. ما بتصير وصمه عار بتاريخ المهني. مو موضوع انه وصمه عار تاريخ يعني، انا بفتخر بهالفتره هاي بس عشان ما ترجع تنسال بفروعك. مجتمعنا متصيد. صحيح. يعني مجتمعك متصيد اخر شيء، ما بتعرف مين بيطلع بينقل لك تقرير من حيث لا تعرف. الحمد لله انا ما كان لي صداقاتي وعلاقاتي كانت كلها جيده مع العالم، بس الواحد بيخاف. الف الحمد لله على السلامه يا ابو الله احمد. يسلمك يا رب. ان شاء الله هيك خاتمه الاحزان نشوفها ان شاء الله، لا حدا بيشوفها ولا حدا واهم شيء كلياتنا متفائلين، وزفت لنا اسماء المحققين وهدول كمان. ما بتنعد عليها بلاهم اسماء المحققين، خليها بس هيك لا اعرف انه صار في امكانيه الواحد يشتكي له. انا بدي اشتكي من الاشخاص، بدي اشتكي، هي اسمها عداله انتقاليه. واذا كل شخص ما بده يشتكي على اللي ظلمه بيفقدوا الدوله مصداقيتها. صح. ليش؟ لان الدوله عم تقول في عالم انقتلت، في عالم انسجنت، في عالم راح الظلم. لما بدك تجيب الدوله تجيبهم لهدول وما تلاقي حد اشتكى عليهم، هون انت شو ساوي؟ طعنت بالدوله. صحيح. عرفت انه طفى. انا برايي اللي بيعرف له مظلمه يعني واحد من عناصر الدوله لا يشتكي عليها ويعطي مصداقيه للدوله. وفي موضوع الشكايات هلا قبل نحن ما حد يشتكي، لان كلياتنا بنعرف طبيعه ما في امل. انت عم تظلم اللي عم تشتكي عليك، قبل كنت تظلم اللي عم تشتكي عليه وانت رح تنظلم معه. بس هلا لا، لاحقاق الحق اشتكي، اعطيها للدوله مصداقيتها وشرعيتها انت لما تشتكي بهالموضوع هذا. ان شاء الله تعالى. هي النقطه ان شاء الله رب العالمين. ان شاء الله. اي ابو احمد ما حب يعطينا الاسماء. لا خليها الاسماء الثانيه ان شاء الله. ان شاء الله رب العالمين. الله يعطيك العافيه يا ابو احمد، دنيا صيام هيك وعذبناك. اهلا وسهلا وبيلا. وانا بشجعك بحييك، يعني اي شخص كان مسجون لا اعمل معه مقابله، خلي هالاشخاص تحكي وتوصل 100%. نحن هدفنا تاريخي شباب، نحن عم نصور بالجوال ومونتاج بسيط، انا عم منتج كثير بسيطه الامور وقعده عاديه. نحن ما هدفنا لا بهوره ولا هدفنا شيء، نحن هدفنا تاريخ، نأرخ الشيء اللي صرنا فيه. تمام. ما نسمع انه والله في 1000 معتقل ما قصص راحت وما عندنا ولا واحد نعرف وينه 100%. انه عم تقولوا في 1000 معتقل، معقوله ما في 10 او 20 واحد موجودين؟ انا سبحان الله ما كنت متوقع في العدد بالضيعه. في كثير. فلما حكيت مع الشباب وبلشت بالموضوع طلعت كل الضيعه بالسجن. يا الله. انا بال 2014 انا وخالد دكتور مازن ومحمد بن خالتي وخالد السيد واحمد بن الشيخ واصل، الله يرحمه. الله يرحمه. اللهم صل على سيدنا محمد. كثيرين هلا عامل شيء 30 اسم تقريبا يعني موجودين هلا هم بالضيعه 30 اسم. ايه سبحان الله. ومركز من 82 وهلا من جديد، حتى يعني مع 82 اصعب عم يكون، لان في فارق بالعمر التواصل. وبنفس الوقت كمان يعني مع صعب عليهم يحكوا لي، يعني صعب تقنعوا انه احكي هيك صار معك. ما بيحكي. ليش؟ لان نحن هلا انا ماني مستوعب انه نظام ساطع. يعني من فتره شفت واحد عم يدفع بالدولار، كنا انا وياه هيك بالبلد، قلت له بتعرف انت دفعت بالدولار؟ انا عقلي الباطني انه هذا كيف عم يدفع بالدولار؟ سبحان الله. ان شاء الله. الحمد لله رب العالمين. شكرا كثير على المشاهده. اذا وصلتوا لهون اكتبوا لنا تعليق هيك، اذا وصلت لهون اكتب لنا تعليق هيك رايك بالموضوع، ضد الاسديين اللي عم يعلقوا لنا تعليقات سلبيه. طبعا لازم كل واحد يعلق اي منشور يشوفه لصالح الدوله السوريه او لصالح الثوره او لصالح كذا، يعلق ويبدي رايه ويبتعد عن الطائفه الاسديه ان شاء الله تعالى. والامور كويسه يا شباب، ما تيأسوا، كلها كويسه ان شاء الله رب العالمين. طالما زعلنا السرطان كل الامور لخير، كل الامور كويسه، كلها خير ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. طفي يا عبيده. شو اخ؟ شو عملت انت على الاخ تبعيدك؟ قاعد بتلعب لي بالجوال واخ